صباح الخير، صباح السعادة، صباح التفاؤل والرضا وراحة البال علينا وعلى زمايلنا وعلى كل اللي بيتابعونا على شاشة المحور في يوم سعيد جديد. إن شاء الله نكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 بفقراتنا المعتادة. يا رب إن شاء الله إنها تنال إعجابكم. صباح الفل عليك يا علا. صباح الخير يا أحمد، وأهلا بيكم دايما معانا في يوم سعيد، يوم جديد مليان حكايات وموضوعات ويعني كتير من الفقرات اللي إن شاء الله بنعدها لكم كلها أمل وتفاؤل ويعني سعادة وانبساط علشان تبدأوا يومكم معانا بيوم سعيد. الحقيقة في الفترة الأخيرة في حاجة كده انتشرت ما بين الناس وبعضيها اسمها علم الطاقة. تعرف عنها حاجة؟ بسمع لكن عندك أي معلومة عنها؟ علم الطاقة أنا اللي أعرفه إن أمور متعلقة بإنك تراعي حاجات معينة، حتى في المطبخ على فكرة. في المطبخ يقول لك حاجات معينة، ترتيب معين في المطبخ، مش عارف ما تسيبيش اطباق مكسرة، حاجات كده عجيبة شوية. تحطي حاجات في البيت، يعني استخدام حاجات. هو أنا اللي شفته كله في البيت. علم الطاقة مرتبط بالبيئة الطبيعية والبيئة المحيطة بالإنسان. هو علم صيني مهتم جدا بالتفاصيل اللي ممكن تكون بتحسن من الطاقة الإيجابية مش الطاقة السلبية. فهتلاقيه متقسم لفروع كتير كده، منها مثلا التراب، منها الخشب، منها كل النباتات، الحاجات اللي ممكن تحسن من البيئة اللي احنا قاعدين فيها وتخليك أكثر إيجابية وسعادة. والحقيقة إنه جزء مهم في حياتنا ان تكون عندنا طاقه ايجابيه ونكون كده سعداء ومبسوطين وما عندناش حاجه بتضايقنا. وبالتالي يعني الحديث عن علم الطاقه بقى في ناس يعني متخصصه جدا فيه، عندها من العلم فيه الكتير، وبتساعد الناس انهم يرتبوا حياتهم، سواء بقى في مكتب، في بيت، في مكان ممكن يعني حابب ان انت تنظمه علشان تستغل بقى فكرة علم الطاقة علشان يكون في طاقة إيجابية مش سلبية. في حاجات خاصة كمان بالألوان. الألوان مهمة والنباتات مهمة، وفكرة وضع الأثاث بشكل معين مهمة. يقول لك مثلا السرير ما تحطوش في وش الباب، المكتب هو اللي يبقى في وش الباب. النباتات، اختيار النباتات ازاي علشان تكون بتدي طاقة إيجابية. الإضاءة مهمة جدا برضو علشان تخلي البيت شكله حلو. الفينينج شوي، ودي كلمة صينية الحقيقة بيتكلموا فيها على فكرة الطاقة والاعتماد على هذا العلم في تصميم وتشكيل البيت أو أي مكان، يعني البيت أو مكان الشغل أيا كان يعني. وإزاي نفرشه بقى مهم جدا، وإزاي نختار البيت والتهوية واتجاه الريح داخلة فيه إزاي واتجاه الشمس داخلة فيه إزاي. والحاجات كل الحاجات دي بتساعد بقى إن الإنسان يعيش في طاقة إيجابية في أركان البيت. أعرف ناس بقى جيبوا في حاجات كده بتتعمل بالملح، اشكال معينه، بيقول لك بتجذب الطاقه السلبيه، فيحطها على الترابيزه او يحطها في كورنر او يحطها في اركان معينه في البيت ويحطها مش عارف في الحمام، تكون موجوده في اماكن معينه. ده في ناس على فكره بتراعي الامور دي في ترتيب البيت والديكور اهم من اي حاجه. يعني طبق الكلام ده وبعد كده بيظبط البيت على هذا الاساس. في ناس مهتمه جدا بالحاجات اللي زي دي وبيعتقد في الموضوع. فكره الاعتقاد فيها من عدمه ده بالتاكيد شيء يعني يرجع لكل واحد. واولا واخيرا هو علم موجود والناس بتتكلم فيه وناس متخصصه فيه، وزي ما شفنا هو مهتم بكل شيء وبيدقق في كل شيء، بداية من ترتيب العفش زي ما بنقول، سواء في البيت، في المكتب، في الشغل، في غيره أيا كان. الألوان، ازاي ان انت تراعي الأماكن كده تحطها في أماكن معينة. عموما احنا محتاجين أكتر من حلقة، ربما نخصص إن شاء الله حلقة نتكلم فيها أو فقرة نتكلم فيها عن علم الطاقة، لأن فعلا هو علم كبير ليه فروع كتير جدا. ودايما بنتكلم عن الامور اللي بيكون الانسان يعني مرتبط بيها. فلما نقول الطاقه يعني الطاقه الايجابيه، واحنا بالتاكيد بنهتم بالطاقه الايجابيه والحيويه والنشاط
اللي احنا بنراعيه هنا في البرنامج، فاكيد هنتعرض لعلم الطاقه، لان الناس زي ما قلنا كده ناس كتير بتعتمد عليه وبترتب امورها عليه، وبالتالي لازم ان احنا ان شاء الله نهتم بيه، ويا رب كده دايما طاقه ايجابيه ان شاء الله. بالتاكيد. ومن الطاقه الايجابيه برضو ان نسعد بتاهل البطله الجزائريه ايمان خليف لنصف نهائي منافسات الملاكمه وزن 66 كيلو جرام في اولمبياد باريس 2024. وفازت على المجريه أنا لوكا هاموري، وايمان كانت انتصرت باجماع قرار الحكام بنتيجه 5-0 في الربع النهائي. الحقيقه الخبر كان مفرح جدا للبطله لدرجه انها يعني خرجت من حلبة المباراة وهي بتبكي بكاء شديد، وده مش بس علشان فوزها الحقيقة، علشان حملة التنمر الكبيرة والضغوط اللي تعرضت لها في الأيام الماضية بسبب يعني الكلام اللي اتكتب عنها على جنسها وعلى يعني هي راجل ولا ست، بسبب المباراة اللي قبل دي اللي انسحبت فيها اللاعبة اللي كانت قدامها بعد 46 ثانية بسبب انها قالت اللكمه اللي انا خدتها اقوى كتير من انها لكمه بنت، دي لكمه راجل. فالسوشيال ميديا ظبطت بقى قويه. السوشيال ميديا اشتغلت وهي طبعا كان يعني في كلام على ايمان خليف الحقيقه انها يعني، لكن هي في النهايه اللجنه الاولمبيه الدوليه اصدرت قرار بان هي تكون موجوده في الاولمبياد، ويعني صدر بيان بيدين المضايقات اللي تعرضت ليها الجزائريه ايمان خليف، واكدت سلامه مشاركتها، وقالت في بيان ليها كل شخص له الحق في ممارسة الرياضة دون تمييز. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ملتزمة بحماية الحقوق الإنسانية لكل الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية طبقا للميثاق الأولمبي وقواعد اللجنة الأولمبية للقيم وإطار العمل الاستراتيجي لحقوق الإنسان. وعبرت اللجنة الأولمبية عن حزنها للمضايقات الموجهة لإيمان، والحقيقة كلنا بس بالنتيجة دي إيمان بتؤكد أنها هتكون واحدة من أصحاب الميداليات في أولمبياد باريس والأولى لدولة الجزائر. ربنا يوفقها يا رب إن شاء الله، ويوفق أفراد البعثة المصرية بكل تأكيد طبعا إنهم يرجعوا لنا بأكبر عدد من الميداليات. طبعا على ذكر النتائج نروح برضو نتائج، بس هنرجع بقى مرة تانية هنا لمصر. كل البيوت المصرية خلاص في حالة من الترقب في الساعات القادمة في انتظار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة. وزارة التربية والتعليم الفني نفت تماما كل ما يتردد من أنباء عن تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لسنة 2024، وأكدت أن لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة أو الإعلان عنها. وطلبت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وده كنا لسه بنتكلم فيه يا جماعة، مسألة كل واحد ياخد بوست ويعمل له شير، ده بيعمل قلق وبيعمل ضغط كبير جدا على أولياء الأمور والطلبة. عشان كده الوزارة طلبت تحري الدقة في أي حاجة بيتم نشرها بشأن نتيجة الثانوية العامة، وقالت إن هيتم تحديد موعد ظهور النتيجة فور الانتهاء من الإجراءات المقررة من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات والمراجعة. بعد كده هيكون عرضها على الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم علشان يتم اعتمادها رسميا. طلاب الثانوية العامة ممكن إنهم يطلعوا على نتيجة الثانوية العامة السنة دي بعد ظهورها فورا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، يعني حتى لو الدنيا متأخرة شوية بالنسبة لهم لأن هم مستعجلين، المهم ان النتيجه تريحهم ان شاء الله ويتبسطوا. هو اول ما الاجراءات هتتم ويتم يعني رصد كل الدرجات والانتهاء من اعمال الكنترولات المختصه بنتيجه الثانويه العامه، هتكون النتيجه جاهزه للاعتماد وتكون ما بين ايادي الطلاب. ما فيش ما يستوجب الحقيقه من القلق والرعب والكلام الكتير ده بيسبب بلبله الحقيقه، والناس يعني كلنا اساسا يعني الواحد اصلا وهو بيتكلم عن النتيجه دلوقتي، مع ان ما عنديش حد السنه دي في ثانويه عامه الا ابناء اصدقاء او زملاء من بعيد لبعيد، بس هو تحس ان في حاجه نغزت قلبك كده. ما هو يعني عشان دايما يعني شفتي دايما احنا بنتكلم من امتى؟ من ايام المذاكره للثانويه العامه هنا في البرنامج بنتكلم عن الاستعدادات، ده من سنين، بس احنا باعتبار احنا بنتكلم في البرنامج بنتكلم عن الثانويه العامه وازاي يكون ما يبقاش معسكر ورفع حاله الطوارئ في البيت
قلنا المذاكره، بعد كده ازاي في الامتحانات، ماشيين معاك والله خطوه بخطوه. دلوقتي في الامتحانات يا جماعه ما حدش يستعجل، استمتع باجازتك كده. ما هو يعني ما قصدي بعد النتيجه، بعد الامتحانات، بعد الامتحانات يعني استمتع بالاجازه، ما تستعجلش، النتيجه جايه والتوتر الثاني جاي. خلينا عمليين، هيبقى في توتر. هو فعلا بجد وسائل التواصل الاجتماعي بتسبب قلق ورعب عند الناس. انا شفت ناس كاتبه امبارح هو ليه يا جماعه نقعد كل الوقت ده، ليه يا جماعه مش عارفه ايه، عبارات كلها قلق وتوتر، واحنا وادعيه بقى مش قادره اقول لكم عامله ازاي، بس يعني بمجرد ما تبان هتنزل يعني يا رب يا رب يا رب كل اللي في هذه السنه الجميله اللي هتنتهي او انتهت خلاص بالنسبه لكم بالفعل، انتم منتظرين اعلان النتيجه، ربنا يسعد قلبكم بنتيجة طيبة وكويسة وتفرحوا وأهليكم يفرحوا بيكم وتحققوا اللي نفسكم فيه، بس مع الوضع في الاعتبار إن دي مش السنة النهائية في تحقيق أحلامنا، إن دي بداية لمرحلة جديدة، إن دي علامة لانطلاقة في منطقة تانية أنت ممكن ما تكونش مخطط لها بس ربنا رايدها لك، فتلاقيها هي دي الأصح والأفيد ليك. استقبل الموضوع بكل إيمان وثقة إن المرحلة الجديدة بوابة لبداية مختلفة، لطريق مختلف، لحياة مختلفة هترسمها بشكل إن شاء الله تكون فيه ناجح ومميز. خلينا ناخدكم بقى يعني زي ما معودينكم في برنامجنا دايما مخصص كده فقرة كل أسبوع عن المصريين أبنائنا النابغين والنابغين والناجحين في الخارج وقصص نجاحهم. وبمناسبة الكلام ده هيبدأ النهاردة ولمدة يومين النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج تحت شعار أم الدنيا إلى كل الدنيا، بحضور وزير الخارجية وعدد من الوزراء والجهات المعنية. المؤتمر بيأتي عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ سياسات الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم. النسخة الثانية من المؤتمر واللي هيفتتحها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بتتضمن 4 جلسات، من ضمنها جلسة بعنوان فرص وآفاق الاستثمار في مصر، تهدف عرض للفرص اللي بتوفرها الدولة لتشجيع الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في مصر. أما الجلسة الثانية الجلسة الثانية طبعا هي هتكون تحت عنوان التعليم والتدريب وتأهيل الشباب، وهتتناول الجهود اللي بتبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة أبنائنا في الخارج. ده يعني العنوان أو الشعار اللي هيكون موجود بالنسبة للجلسة ده، لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس المسار. كنا لسه بنتكلم دايما عن الطلبة في الخارج وإزاي إن بيكون في طلبة في الخارج مصريين محتاجين دعم معين، فعلا السفارات بتقدمه والقنصليات بتقدمه علشان يكون فعلا الطالب وهو مواطن مصري اولا واخيرا بيحتاج بالتاكيد احتياجات معينه، بتواصل بالتاكيد بشكل او باخر مع الممثل المصري ليه هناك، طبعا اللي هيكون ممثل في السفاره. طلبات المصريين بالخارج بالتاكيد بشان التنسيق في الجامعات، الاستفاده من الشباب الدارسين والباحثين في الخارج من وزاره التعليم العالي، لان ده بيكون شيء مهم جدا ان احنا نستفيد من الخبرات بالنسبة للناس اللي فعلا بتشتغل في مجال معين، وكمان بالنسبة للدارسين واللي بيكون ليهم أبحاث في الجامعات الخارجية. الجلسة الثالثة هتكون من المؤتمر تحت عنوان الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ودي هتتضمن استعراض الدور المهم اللي بتقوم به وزارة الخارجية وكمان بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تقديم كل أشكال الدعم للمواطنين المصريين بالخارج، وأن يكون في تعريف ليهم بالخدمات المقدمة سواء فيما يتعلق مثلا بمبادرة التسوية التجنيدية أو الأوراق الثبوتية أو الحماية التأمينية والاجتماعية، مع الرد على شواغل المصريين في الخارج في أمور بقى متعلقة بمبادرة سيارات المصريين في الخارج. وأخيرا طبعا هيكون في جلسة رابعة.
الجلسة الرابعة تحت عنوان تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج، واللي سيتم خلالها عرض مجموعة من المزايا الجديدة والمخصصة للمصريين في الخارج. كل التوفيق لهذا المؤتمر، لأنه الحقيقة امتداد لدعم ورعاية كل مصالح وكل ما يدور في أذهان أبنائنا المصريين في الخارج، ولتأكيد التواصل والاستمرارية في دعم أبنائنا في الخارج سواء من الجيل الأول أو الجيل الثاني، زي ما كانت وزارة الهجرة بتدعم وشؤون المصريين في الخارج سابقا بتهتم وبتدعم هذه العناصر المصرية المميزة في كافة دول العالم. بتستكمل المسيرة وزارة الخارجية والهجرة للمصريين دعمها ورعايتها لأبنائنا في كافة المجالات، والاستفادة أيضا من خبراتهم الهامة والمتميزة. وزي ما بتتابعوا معانا دايما قد إيه ولادنا ناجحين ومميزين وعندهم من القصص المميزة، من النجاحات الملهمة ومن الاهتمام بدعم وتقديم أفكارهم وبحوثهم ومشروعاتهم ديت لمصر بشكل يعني قوي ومباشر، والاهتمام ان هم يكونوا موجودين بشكل فاعل في كافة مؤسسات الدولة المصرية ودعمها والاهتمام بيها. الحقيقة كان واضح خلال السنوات الماضية، واستكمال لهذه المسيرة بهذا المؤتمر. كل الدعم والتحية للقائمين عليه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل لسه معانا فقرات كتيرة في يوم سعيد. استنوا. ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر، احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر، احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. بنحبك يا مصر ونشيل اسم مصر. علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد مهما اختلف الدين. علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد مهما اختلف الدين. هنحب بعض مهما يجرى، واللي عنده فينا فكرة للبلد تدفنها بكرة. هيقولوا ابن مصر، احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. أنا أبقى جندي من جنودها وأحمي أرضها، لو عايزة مني عمري كله تحت أمرها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. من أول الحلقة وإحنا بنتكلم على الطاقة الإيجابية وإزاي ممكن نعزز هذه الطاقة الإيجابية من خلال أماكن عملنا بوضع أثاثات بشكل معين، من خلال بيتنا وغرفة المعيشة والإضاءة والألوان وكل الحاجات اللي اتكلمنا فيها، إلى جانب طبعا العبارات الطيبة جزء كبير من الطاقة الإيجابية اللي بنبدأ بيها يومنا. خبيرة الأبراج عبير فؤاد معاها رسائل لكل الأبراج، نتابعها ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الحد 4 أغسطس، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون إيه في اليوم ده على كل الأبراج. واليوم الحقيقة بيبدأ وكوكب أورانوس موجود في برج الثور، والمريخ والمشتري الاثنين في الجوزاء، والشمس وفينوس في الأسد، وعطارد موجود في العذراء، وبلوتو بيتراجع في الدلو، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج.
خصوصا انه في اليوم ده القمر موجود في برج الأسد، وكمان القمر الجديد بيتولد في برج الأسد الساعة 2:15 الظهر. نبدأ ببرج الحمل كالمعتاد، وبرج الحمل في اليوم ده القمر عندكم في وضع داعم، وده كمان ولادة القمر الجديد في وضع داعم، فبيديكم يوم هايل على كل الأصعدة يعتبر، لأنه في منزل الحب، فعندكم طاقة عاطفية تخليكم عارفين تعبروا حلو عن مشاعركم، عندكم بالفعل مشاعر إيجابية، وتعرفوا تأثروا جدا في الجنس الآخر، بس كمان في الشغل تعرفوا تثبتوا نفسكم، ولو عندكم أولاد كمان هتعرفوا تتواصلوا بصورة أفضل مع أولادكم. نروح بعد كده لبرج الثور، ومواليد الثور خدوا بالكم القمر في وضع معاكس معاكم، وممكن يكون ده يعني يتسبب ليكم في سوء تفاهم في الحياة العائلية أو في الحياة الاجتماعية، وممكن كمان عاطفيا، فتاخدوا بالكم بس انكم تحافظوا على اللباقة في التعامل مع اللي حواليكم، وتتجنبوا أي جدال يعمل لكم سوء تفاهم مع المحيطين بيكم. نروح بعد كده للجوزاء، ومواليد الجوزاء القمر عندكم في منزل العلاقات، وده القمر الجديد بيديكم فرص لتوطيد علاقتكم بكل اللي حواليكم، وكمان فرص انكم تعملوا صداقات جديدة موفقة، وفي الشغل تقدروا تعملوا لقاءات مهنية موفقة جدا. نروح بعد كده لبرج السرطان، ومواليد السرطان عندكم القمر في المنزل الثاني، فتاخدوا بالكم انه تركيزكم مش كبير في اليوم ده، يعني ضروري لو عندكم شغل يبقى تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها قبل ما تنفذوها، علشان ما يتمسكش عليكم أخطاء، أو يعني تتفادوا أي أخطاء في اليوم ده. وكمان في الفلوس لازم تراجعوا كويس حساباتكم علشان تتجنبوا أي خسائر. نروح للأسد بعد كده، والأسد طبعا القمر في برجكم، كمان ولادة القمر الجديد في برجكم، فبيديكم منتهى السحر والجاذبية، ووقت حلو انكم تبدأوا فيه نشاطات جديدة أو مشاريع جديدة كمان. عندكم طاقة ونشاط وقدرة على السيطرة على كل المواقف، وتعرفوا انكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بذكاء، وكمان تلفتوا الأنظار ليكم، وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح بعد كده للعذراء، ومواليد العذراء القمر عندكم في منزل الصحة السلبي، فضروري تاخدوا بالكم انتوا محتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة، وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. مهم كمان انكم تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، ما تعلنوش خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح بعد كده لبرج الميزان، مواليد الميزان القمر عندكم في وضع داعم في منزل المشروعات، ففي الشغل تعرفوا تعملوا تنمية لأعمالكم أو لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة، ولو في وظيفة تعرفوا كمان تحصلوا على دعم أو مساندة من الزملاء في الشغل أو الرؤساء في الشغل. كمان بشوف انه الميزان ده يوم هايل ليكوا اجتماعيا، فلو عايزين تحضروا لخروجه حلوه تجمعكم بالاصحاب هيكون في تبادل فكري مفيد ووقت حلو مع الاصحاب. نروح بعد كده للعقرب، والعقرب القمر في وضع معاكس في الشغل، فلازم تاخدوا بالكم تشتغلوا بدقه وتنظموا اولوياتكم عشان تعرفوا تتغلبوا على اي شعور بالتشتت في اليوم ده. نروح للقوس، والقوس يعتبر ده يوم هايل ليكوا، القمر بيدعمكم في كل حاجة على كل الأصعدة، ده بالإضافة إنه كمان فينوس والشمس في وضع داعم، فعاطفيا وماليا تقدروا تكونوا موفقين، تعرفوا كمان تلتقطوا الفرص اللي تحقق لكم مكاسب وتقدروا تاخدوا قرارات سليمة، ويوم حلو في السفر كمان تقدروا تستمتعوا بوقتكم من خلال رحلة أو سفر. نروح بعد كده للجدي، مواليد الجدي القمر عندكم في منزل المدخرات، ويوم هايل لإدارة الأمور المالية بحكمة، عندكم أفكار ملهمة تقدروا تزودوا بيها مدخراتكم وأملاككم. كمان يوم حلو في تخليص الأمور البنكية وفي التخطيط للمستقبل.
نروح للدلو، والدلو القمر في مواجهتكم لازم تاخدوا بالكم ما تغامروش على كل الأصعدة، خدوا بالكم من حقوقكم وتجنبوا توقيع الأوراق والعقود. وكمان في الحياة العاطفية حاولوا تحافظوا على اللباقة عشان ما يحصلش أي سوء تفاهم. نروح بعد كده للحوت ومواليد الحوت. عندكم القمر في وضع داعم في الشغل، بيديكم طاقة ونشاط وتقدروا تنجزوا كل الأعمال يعني على أكمل وجه، وحتى الواجبات العائلية والمهنية كمان والواجبات المنزلية تقدروا تقوموا بيها برضو على أكمل وجه. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد. وبعد ما تابعنا رسائل الطاقة الإيجابية مع الأستاذ عبير فؤاد، خلينا نكمل الطاقة الإيجابية مع ضحكة اليوم اللي اخترناها النهاردة تكون مع الكوميديان الراحل الفنان الجميل علاء ولي الدين، ونرجع لكم مرة تانية. بطل ودور تاني يلا. تليفون علشانك، ما تبقاش تدي نمرتي لاصحابك. كابتن يا كابتن، هو كله ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ معلش هبقى اشوفك النهارده ان شاء الله. اصل عندنا مشاكل مع الكمبيوتر. ايه؟ عندنا كمبيوتر؟ انا ابويا ما جابش خلاط اساسا. ايه ده؟ كل دول عشاني؟ مين فاتن عليا؟ مين اللي فاتن عليا؟ مفيش اي قوه في الارض تقدر تمنعني من الانتحار. ايه ده؟ مساء الخير يا باشا، هو حضرتك معاه؟ انا المترجم الخاص لسعادته. والمترجم بتاع حضرتك فين يا باشا؟ ايه ده يا عبود؟ ده الليل بطوله. بتعمل ايه هنا؟ بتشمس. طب هتدخل امتى حضرتك؟ سيادتك عايز تخش الفصل اتفضل. بجد؟ اشكرك جدا. تصدق جوه بتمطر. ضحكة مميزة مع علاء ولي الدين، لأنه الحقيقة كان صاحب كوميديا مختلفة في جيله، يعني الله يرحمه بنسعد برؤيته على الشاشة وبكل الأعمال اللي قدمها لنا. خلينا ناخدكم بقى للصيف اللي حديثنا عنه لا ينتهي ولا يتوقف الحقيقة، وبما إننا في فصل الصيف فالبشرة دايما يعني في مشكلة ما بين البشرة وما بين الصيف. ليه بقى؟ لأن كلنا الحقيقة كسيدات بنهتم ببشرتنا وصحتنا بشكل عام وجلدنا بشكل خاص. يعني في الصيف بقى بتحصل مشاكل كتيرة جدا بسبب الحرارة، بسبب الأجواء، بسبب التعرض المباشر للشمس، زياراتنا للبحر وأجواء البحر والتعرض برضو للشمس، كل ده بيسبب لنا مشكلات جلدية نتيجة التعرض لأشعة الشمس الكبيرة أو المحتملة اللي أحيانا يعني بنحاول نتلافاها أو نبعد عنها، لكن بسبب الحرارة العالية والرطوبة كمان بيكون في مشكلات كتيرة ممكن تحصل لبشرتنا. موقع ميديسن هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض قال إن حرارة الصيف بتؤثر بشكل مباشر على البشرة، خاصة إذا كان الشخص متعرض بحكم طبيعة عمله أو بحكم مهامه اليومية لأشعة الشمس على شكل مدة طويلة من الوقت، فالبشرة بتكون عرضة لمشكلات كتيرة أبرزها التصبغات، اختلاف لون البشرة، كل يعني الحاجات اللي بنحسها وبنعيشها يعني. فخلينا في معلومة تهمك بقى نديكم بعض النصايح في هذا الأمر ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد.
وعلى ذكر أشعة الشمس طبعا اللي بترتبط بدرجات الحرارة العالية، خلينا نشوف توقعات هيئة الأرصاد الجوية اللي اتكلمت عن حالة الطقس وتوقعت أنها تكون درجات الحرارة طبعا هيسيطر عليها أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على أغلب الأنحاء، مع سقوط أمطار رعدية على بعض أو عدة مناطق موجودة. توقعت هيئة الأرصاد أنها تشهد البلاد النهاردة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا. الهيئة كمان قالت أن هتشهد البلاد في الأيام الحالية سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا بسبب الفاصل المداري اللي بيتقدم شمالا إلى جنوب البلاد، وهيأثر برياح جنوبية رطبة بتعمل على تكوين السحب المتوسطة والمنخفضة، وهيصاحبها سقوط الأمطار هتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وراس بناس وأبو سمبل وأسوان. طبعا كان برضو الموضوع مستمر من شوية كده، من كام يوم كانت منطقة الجنوب فيها بعض يعني الأمطار الرعدية، ودايما الخبراء كانوا بيكلموا معانا في المسألة دي. الأرصاد حذرت السائقين من سيطرة الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونوهت كمان باستمرار فرص سقوط الأمطار، أمطار خفيفة إلى متوسطة هتكون رعدية أحيانا ممكن أنها تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، هيصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على بعض الطرق على فترات متقطعة. نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية على الشاشة ونرجع لكم مرة تانية. والمزيد من المعلومات عن أحوال الطقس بيشرفنا الدكتور محمود القياتي عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، يوم حضرتك سعيد. صباح الخير على حضراتكم استاذ احمد واستاذ علا وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. يعني اهلا بحضرتك. هو الفصل المداري اللي متسبب في هذه الامطار على جنوب البلاد ده معناه ان الاجواء هتكون لطيفه، مش هيشعروا بدرجات الحراره العاليه اللي عندهم في مدينه اسوان والحلايب وشلاتين والاماكن اللي يعني متعرضه لهذه الامطار، ولا لا يعني دي امطار يعني ملهاش دعوه بحاله الجو الشديده من الحراره؟ هو طبعا الامطار اللي هتكون موجوده على جنوب الصعيد بالتاكيد وجود السحب هتحجب جزء من اشعه الشمس نسبيا، هيكون فيها هبات قويه للرياح قبل تساقط الامطار. العوامل دي مش هتخلي الاجواء لطيفه، لكن هتخلي درجات الحراره اقل من اللي كانت بتشهدها الفتره اللي فاتت. يعني الفتره الماضيه كانت درجات الحراره على جنوب الصعيد في حدود ال 44 درجه مئويه. الحاله الموجوده حاليا من السحب والامطار الرعديه اللي موجوده هتخلي درجات الحراره هناك حوالي 41 42. بعض المناطق من جنوب الصعيد ممكن تبقى 40 درجه مئويه، لان مصادر الكتل الهوائيه نفسها اللي جايه لهم بتكون جايه من مناطق شديده الحراره، يعني هتؤدي الى انخفاض درجات الحراره هناك بمعدل درجتين ل3 درجات على اقصى تقدير. وهذا الامر معتاد في هذا التوقيت من السنه ولا دي حاجه غريبه او جديده؟ الفصل المداري موجود، يعني ده الموسم بتاعه بيكون موجود وبيكون هو المتسبب في الامطار الغزيره والفيضانيه اللي بتكون موجوده على السودان وعلى اثيوبيا. الفصل المداري من عام للتاني بيبدا يتحرك شمالا، اطرافه بتبدا تلامس حدودنا الجنوبيه، بيدخل الى حدودنا الجنوبيه بالفعل اطراف السحب دي، وبتؤدي تقريبا كل عام الى تساقط امطار، لكن اكيد مش بنفس الكميه او مش بنفس الشده. يعني الامطار المتوقعه مع الفاصل المداري ده
من خفيفه لمتوسطه ومستمره اسبوع او اكثر. ده يمكن ان هو اللي ما حصلش قبل كده، لكن بالفعل محافظات الجنوب احيانا مش لازم في كل سنه بتشهد بعض تاثيرات الفاصل المداري ده من تساقط الامطار. يعني اقصى محافظه ممكن ياثر عليها هذا الفاصل المداري بامطاره لفين؟ فندم؟ اقصى محافظه يعني لن يتخطى محافظه اسوان، ولا ممكن يوصل بعد كده قريب يعني من محافظات الصعيد الابعد عن اسوان؟ لا، الحاله دي طبعا اللي احنا فيها، احنا خلينا نقول ان تاثيرات الفصل المداري او تاثيرات الامطار اللي هتكون موجوده على محافظات الصعيد عندنا موجوده لحد نهايه الاسبوع الحالي على الاقل، يمكن بدات من يومين ومستمره معانا لحد يوم الخميس تقريبا او يوم الاربع بنفس الشده، من خفيفه لمتوسطه ورعديه احيانا، بتمتد حتى تصل الى محافظه الاقصر وكمان مناطق من محافظه قنا. يعني بنتكلم عن مناطق من اسوان، الاقصر وقنا والوادي الجديد، يعني مناطق من الصحراء، من جنوب الصحراء الغربيه، وعلى الجانب الجنوب الشرقي مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر، حلايب وشلاتين وحتى مرسى علم. يعني امتداده هذا العام يمكن هو اللي ملاحظ شويه، يعني ده يعتبر تقدم ملحوظ لتأثيرات الفصل المداري داخل الحدود الجنوبية المصرية. طيب هنا بنتكلم يا فندم، حضرتك قلت هيستمر لحد وقت معين، هل بيكون قابل ان هو يرجع مرة تانية، ولا ده بيكون ظاهرة بتيجي في التوقيت ده وتروح تاني؟ لا طبعا، طول ما هو موجود على السودان هو بالفعل وارد انه بيتأرجح، يعني احيانا بيمتد بشكل متعمق. يعني لو اتكلمنا عن تعمقه ده موجود لحد يوم الاربع القادم، من يوم الخميس بتبدا تاثيراته تنحصر تدريجيا جنوبا، يعني هو بيتذبذب. هو بالاساس الفصل المداري ده عباره عن الشريط او المكان اللي بتتقابل عنده الكتل الهوائيه الشماليه الجافه مع الكتل الجنوبيه الرطبه. في خلال فصل الصيف او في خلال التوقيت ده من العام بيكون فوق خط الاستواء، يعني بيكون عند حدودنا الجنوبيه بسبب حركه الشمس الظاهريه، انها في الفتره دي او في فصل الصيف بتكون الشمس عموديه على مدار السرطان، وبالتالي بيتارجح الفاصل المداري ده عشان يصل الى شمال خط الاستواء. تمام. وده بيكون السبب انه بيوصل لحدودنا الجنوبيه. طيب نروح لباقي المحافظات يا دكتور محمود وتطمنا على الاحوال الجويه فيها، وهل في اي ظواهر يعني طبيعيه ممكن تكون مؤثره على درجات الحراره بشكل قوي، ويعني تقول لنا كده ايه اللي حاصل خلال النهارده والايام القادمه؟ خلينا نقول انه ان شاء الله لحد نهايه الاسبوع الحالي ما فيش اي تغيرات جوهريه في حاله الطقس على اي من مناطق الجمهوريه، طبعا المناطق الشماليه حتى القاهره وشمال الصعيد. درجات الحراره كلها بتتراوح من 35 ل 37 درجه بالنسبه للقاهره الكبرى. يمكن اليوم بتسجل العظمى على القاهره 35 درجه، ودي تعتبر اقل درجه حراره هنسجلها على مدار الاسبوع ده. باقي الاسبوع ده هتكون درجات الحراره ما بين ال 36 ل 37 درجه مئويه، يعني زي ما قلنا ما فيش اي تغيرات جوهريه في درجات الحراره. طب نسبه الرطوبه قد ايه عشان ده اللي بيخلينا بقى نحس بدرجات حراره اعلى يعني؟ نسب الرطوبه طبعا مرتفعه، ده امر طبيعي خلال التوقيت ده من السنه، بتوصل خلال ساعات الليل لاكثر من 90 او 95% على السواحل الشماليه، من 80 ل 85 على القاهره والوجه البحري. كمان محافظات شمال الصعيد ليها تاثير او تتاثر بارتفاع نسب الرطوبه بشكل ملحوظ سواء خلال ساعات الليل او خلال ساعات النهار، وده بيزود طبعا احساسنا بارتفاع درجات الحراره مع الرياح المعتدله اللي بتنشط احيانا على مناطق متفرقه واستمرار الشبوره المائيه بالتاكيد. طب والبحار يا دكتور، بالنسبه للبحرين ايه الاخبار، علشان برضو الناس اللي بيكون عندها الرغبه تغير جو، خلاص امتحانات او نتيجه الثانويه العامه قربت وفي رجوع بقى؟ لا الحمد لله طبعا، سواء الشواطئ الشماليه اللي هي المدن المطله على البحر المتوسط او شواطئ البحر الاحمر كلها معتدله تماما. ارتفاعات الامواج في الحدود الامنه، يعني بنتكلم 1.5 المتر تصل الى 2 متر على اقصى تقدير، فطبعا مؤهلين تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وكمان امام المصيفين على هذه الشواطئ. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، شرفتنا. الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. الحمد لله الأجواء مناسبة جدا، يعني بالنسبة للناس بقى اللي هتصيف أو الناس اللي يعني بتحب إنها تروح تتنزه في اليومين اللي جايين دول، الأجواء مناسبة جدا، ويعني الحمد لله كده الأمور تكون معتدلة. أجازة سعيدة للجميع يا رب إن شاء الله. احنا لسه معاكم في يوم سعيد، فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
هي اكتر حاجه ممكن توصلك للاحساس بالطاقه الايجابيه وتخليك مبسوط وسعيد، وده اللي بنعمله معاكم يوميا في فقرتنا الرياضيه مع كابتن يوم سعيد. نتابع كابتن رميساء بالتمارين اللي هتقدمها لنا النهارده ونرجع نكمل معاكم فقرات. لسه معاكم في يوم سعيد. دايما كاميرا يوم سعيد بيكون موجودة في المناسبات المختلفة والفعاليات المختلفة، والمرة دي كنا في دار الأوبرا المصرية اللي استضافت معرض للفنان إيهاب مناع تحت عنوان مصر الأسطورة الخالدة. طبعا ده في نسخته الثالثة وبيستمر لحد يوم الخميس 8 أغسطس. كاميرا يوم سعيد كانت موجودة زي ما قلنا، وكانت موجودة في افتتاح المعرض. هو بيضم 36 لوحة بقلم الحبر الجاف اللي هو شكل أو نوع من أنواع الرسم، عبر فيهم الفنان إيهاب مناع عن العزة والفخر بالجوانب المضيئة من تاريخ مصر العظيم الممتد لأكثر من 7000 سنة، وبيحمل الكثير من العظمة والشموخ بكل تأكيد. خلينا نشوف ونرجع لكم مرة تانية. المعرض ده ما بيجيش بين يوم وليله ولا سنه ولا 2 ولا 3، ده 12 سنه شغل يعني. فكانت الدوره الاولى كانت 2018، الدوره الثانيه 2020، الدوره اللي هي الاخيره اللي هي الدوره الثالثه اللي احنا فيها دي زاد عليها اعمال. انت التاريخ المصري مشكلته انه اعظم تاريخ بشري مدون، فتفاجئ ان انت ما عملتش. فين رمسيس الثاني؟ ما اتعملش. فين احمس؟ فين كاموس اخو احمس اللي حرروا مصر من الهكسوس؟ فالاقي نفسي فجاه محمد علي باشا ما اتعملش، ما كنتش عملت محمد علي باشا، وده نقله نوعيه في النهضه المصريه طبعا ما حدش يقدر ينكرها. في مثلا معركه المزرعه الصينيه، حرب اكتوبر، ده كل شويه بتكتشف ان انت التاريخ رهيب، التاريخ المصري رهيب، اطول تاريخ بشري مدون، حاجه صعبه جدا. فبكتشف ان انا من وقت لثاني لازم اعمل فلان، لدرجه ما قعدت اكتب. تكتب وبعد ما تكتب تلاقي نفسك تفاجئ فلان ما تعملش، او في معركه ما تعمل، يا معركه يرجع بقى تاني وشوف ومن حظي ان انا من عشاق التاريخ المصري. العمل ممكن ياخد له حسب ظروفه، في عمل ممكن ياخد 3 شهور 4، في عمل ياخد 5، لان انت لو تابعت الاعمال هتلاقي الاعمال معموله بطريقه معينه بالقلم، فيها تظليل، يكاد ما يكونش فيه خط، يعني ممكن ما تلاقيش خط قوي، هتلاقيها معظمها زي العربية. فده موضوع صعب جدا وموضوع بياخد وقت طويل قوي، وعشان كده المعرض خد وقت طويل جدا يعني شوف انا واقف معاك دلوقتي ممكن اتخيل وانا خارج فلان ما اتعملش. يعني من فتره الشهيد عبد المنعم رياض لازم تعمل، الشهيد ابراهيم الرفاعي ده امير الشهداء كان لازم تعمل، وعملتهم لحظه استشهاد. فهذه الأشياء لما أنت بتعمل لها معالجة وبتشوفها كل لوحة حسب الزمن وحسب السياق التاريخي بتبدأ أن أنت تشتغل عليها. دايما بنشارككم باسئله لطيفه كده في الشارع. نزلنا معاكم بكاميرا يوم سعيد وسالناكم يا ترى انت بتشبه مين من عيلتك وايه وجه الشبه اللي بينكم. خلينا نتابع ردودكم ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. بتشبه مين من اهلك؟ ماما اكتر. والدي الله يرحمه دايما بيشبهوني بيه، ستايل كلامه كده بالظبط. بس اشبه والدتي اكتر. في الشخصيه بحس ان انا شبه بابا اكتر، يعني بابا اكتر. والدي الله يرحمه. في الشكل ماما شويه، وفي الصفات والدي. كشكل اشبه بابايا اكتر، وكطبع ممكن في الهدوء اشبه مامتي، ويعني في التفكير ممكن اشبه والدي اكتر. مامتي. بابا شبه ماما، يعني حاسه ان هي شبه اكتر في الملامح وطريقه التعامل وحاجات زي كده. ماما واخده عينيها وشعرها. اكيد بابا طبعا. شبه ماما. بابا شبهه في تصرفاته، في معاملته، في اخلاقه، في كل حاجه بشبه بابا. وبرضه ماما بشبهها في الطبع، في السلوك، وبابا برضه نفس النظام. في هزاره وطريقه كلامه كان دايما بيحب يعني بشوش، ناس كتير قوي بتحبه. يعني احنا اتنين طبعنا هادي، بناخد الامور بترتيب، يعني نعمل خطه للموضوع، ما بنكررش القرار كده يعني. ممكن عندي شويه،
ما بقتنعش بالحاجه بسرعه. ملامح نفس الشنب كده يعني. بشبه ماما بحب اساعد اي حد حتى لو هقع في مشكله، وفي طيبتها برضو شويه، ما بزعلش من حد بسرعه، باجي انا اللي صالح برضو، فكده يعني. اي حد بيتعامل معايا بيشوفني ان انا زيها في نفس الصفات والطيبه وكده. كصفات عصبيه و صوتي عالي، يعني الفيس بتاع ماما، شعر ماما، ستايل ماما، اللبس. بس بابا بقى الطباع. والمميز في الموضوع ان كل واحد قال هو شبه مين في الملامح والشكل وشبه مين في الطباع، لان كتير فعلا بيكون حد طباعه، او هي بعض كمان الناس قالت الستايل ده ممكن يكون في الطريقه، على فكره مجرد الطريقه في الكلام المشي او غيره. فاكره علا انا ممكن اقول لك والله فلان الفلاني ده شبه فلان، وانت بتشوفي ان هو مش شكله خالص. بيحصل الموضوع ده كتير. انت ما شاء الله بتشبه على الناس وهم مش شبه بعض، ده العادي. دي ظاهره على فكره بتحصل، ان انا دايما اقول فلان حلوه شبه الظاهره فلان. دي. ايوه ظاهره، هي ظاهره، بس مو عشان اتكررت انت كل شويه تقولي لا مش شبهه خالص، مش شبهه خالص، فانا اكتشفت ان ده الناس بتزعل منك اصلا. في ناس زعلت منك ان انت شبهتها بناس وهم مش شبههم حرفيا. يعني هو بيبقى والله احيانا بيكون بالروح، يعني هو انا بالنسبه لي ده بالروح. ده لما يبقى اب وابنه، ام وبنتها، بنت وباباها، يعني في بالروح دي اخ واخوه او اخته. لا ممكن حد مثلا، لكن حد مش قريب حد خالص انت بتشبهه يعني عارف دي محافظه ودي محافظه، زي محرم فؤاد واسمه ايه التاني؟ فؤاد. الاثنين فؤاد يعني محرم فؤاد بالظبط يعني. بالظبط كده. فهو برضه نفس لا انت القصه يعني. مش ساعات بتحصل، وبرضه اللي بيشوفونا ان تشوف حد معين تقول والله ده بيفكرني بفلان. حلوه دي. ايوه يفكرني بفلان، لكن مش شبه فلان، لان الشبه ده ملامح بقى، زي هما ما اتكلموا كده في الملامح. انا شبه بابا، شبه ماما، شبه حد قريبي، اختي، بنت خالتي، ابن عمتي، كده يعني. لكن حد ما يمثليش بصله، فانا شبهه باماره ايه يعني؟ ده نادرا ما بتحصل يعني. بيخلق من الشبه 40. بيخلق من الشبه 40، بس انت ما بتجيبش، انت بتجيب ال 41. مش مشكله، وانا لازم اختلف يعني، ما فيش مشاكل. طب انت شبه مين؟ لا انا سالت الاول، انت شبه مين؟ خلاص انا شبه خالي اهو، لازم اختلف برضه. لا فعلا شبه خالي. طب ماشي، ما خالك من العيله برضه، ما انت مش واخد بالك انه خالك يعني اخو مامتك. لا يعني مامتك وخالك ممكن يبقوا شبه بعض او فيهم ملامح من بعض، فطبيعي ان انت تبقى فيك من خالك. هم كلهم قالوا والدي والدتي من الناس اللي انا شبه خالي فعلا يعني. مدي على خالي مش شويه حاجات من بابايا الله يرحمه على مامتي، فعامل توليفه في الاخر كده. طب ده شيء جميل بس كملامح انا شبه خالي يعني. ده شيء جميل. الطباع في الطباع بقى بابايا ده شيء عظيم برضه يعني. اكيد باباك كان راجل جميل يعني، الله يرحمه. ربنا يخليكي. طب انت ما قلتيش. انا ميكس برضه، فيهم بابا وفيهم ماما، بس يعني اتمنى ان انا اخد من ماما حاجات اكتر. يعني احيانا بقعد اتامل في طباعها كده، فاقول يا سلام لو انا هادئه الطباع زيها، لو انا حكيمه في القرارات زيها، وهي دايما تقعد تقول لي بالهداوه بالراحه، وخصوصا مع الولاد. فاتمنى اني اخد منها الاجزاء دي الحقيقه، وابقى صبوره زيها. اتعلمت منها كتير في حاجات كتير، بس لسه في حاجات بقى ممكن تاخديها مكتسبات يعني. بحاول يعني والله. يعني انا كده فعلا ابقى شبه بابايا في طباع، وشبه مامتي برضه، باعتبار ان انا واخد من خالي، فيبقى مامتي وخالي. ما انا برضه هم اخوات يعني. خالي صحيح. بس يعني احيانا بيبقوا اخين ومش شبه بعض في لا في الشكل ولا في الطباع يعني. برضه يعني الاختلاف ده الاختلاف ده طبيعي بين البني ادمين. مش شبهي في الشكل ولا في الطباع. ماشي، ما يعني ما بقول لك، ما هو دايما أيوة يعني بيحصل بين الناس وبعضها يعني. فطبيعي ان، بس في النهايه احيانا يعني في ناس طول الوقت بتتمنى ان هي تاخد من فلان، سواء الاب او الام، او حتى من حد تكون بتعرفه او بتقرا عنه او بتسمع عنه، انها تاخد منه ملمح من شخصيته، طريقه في التعامل، شكل من اشكال اساليب الاجتهاد في الحياه. فده برضو من الحاجات اللي بنتعلمها على مدار السنين ومدار الايام. الموضوع مش موضوع شكل وطباع فقط يعني. الطباع تحديدا بيكون شبه فلان، مع الوقت بيكون مكتسبه. والله احيانا برضه بيكون في حاجات في الطباع جينات يعني. هو هادي فبيطلع هادي لبابا مثلا، او طالع هادي لمامته،
اصل في حاجات المكتسبات دي امور وفي حاجات ما بتتغيرش في البني ادم مهما هو حاول يغير. يعني احيانا كده في حاجات في شخصيتك اولا ممكن ما تبقاش واخد بالك منها فهي مش هتتغير مدى الحياه، واحيانا تاخد بالك منها وتبقى نفسك تغيرها بس خلاص من شب على شيء شاب عليه. دي مشكله. نفس بالظبط فكره الطبع يغلب التطبع. يعني برضو التطبع ان حد بيحاول ان هو يتطبع بشكل معين يظهر بصوره مختلفه، ولكن الطبع والفطره في ده موضوع تاني. ولكن دايما لما يكون في طبع مش كويس ويحاول ان هو يغيره ويتطبع بشكل تاني ده مطلوب. يقدر بقى ما يقدرش الله اعلم. يعني خلينا دي عايزه دراسه. عايزه دراسه. هو انا متخصص دراسات أيوة. خلاص دراسه المره الجايه. احنا قلنا من بدايه البرنامج انت قاعد معانا عشان تعمل دراسات على الهواء مباشره. ما هو بالظبط كده. يعني دكتور احمد خلاص بعد ما شفنا موضوع الطباع والطبع والتطبع وكل الدراسات اللي اتكلمنا عنها دي، خلينا نفطر بقى. هنشوف دلوقتي وقت الفطار اللي دايما طبعا بيكون برضو صحي ومميز، علشان كل الشيفات اللي بيكونوا معانا بيكونوا حريصين على ده. هنشوف هنفطر ايه النهارده مع شيف يوم سعيد الشيف عادل عسكر، وكمان اقتراح لوجبه الغداء، ونرجع لكم مره ثانيه. صباحكم سعيد، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله يكون يوم سعيد عليكم. النهارده رجعنا لكم تاني وصفه جديده بسموزي الافوكاتو مع الموز. عباره عن هيبقى واحده موز وافوكاتو وزبادي وعسل ابيض ولبن ساقع شويه عشان السموزي، والوصفه الثانيه هتبقى شوفان وسمسم، وهتبقى ان شاء الله الوصفتين اسهل من بعض وخفاف على يومنا السعيد ان شاء الله. هنبتدي اول حاجه هنحط الطاسه بتاعتنا على النار ونحط حبه زيت. تمام. من مميزات الوصفه دي وصفه خفيفه جدا كويسه، بس هي الفكره كلها ان احنا بندور على حاجه الصبح تكون موجوده معانا على الفطار، قيمه غذائيا، وفي نفس الوقت ما تاخدش معانا وقت في التحضير. تمام. حطينا البيض زي ما حضراتكم شايفين 3 بيضات، وطبعا لو احنا العدد الازيد بنزود حسب العدد اللي احنا موجودين بيفطر معانا الصبح على السفره. الحاجه الثانيه معلقه شوفان اهي يا فندم زي ما حضراتكم شايفين كده على 2. من الحاجات المميزه في الشوفان ان هو حاجه كقيمه غذائيه، وفي نفس الوقت فيها الياف عاليه كتير جدا بتخلينا في طول اليوم مش محتاجين ناكل حاجات كتير، وفي نفس الوقت ايه سهله كده. تمام. احنا جاهزين. هنحط الوصفه بتاعتنا اهي. بسم الله. على ما يسيبه براحته خالص حوالي 3 دقايق هيكون احنا جهزنا من الوصفه الثانيه اللي احنا قلنا عليها السموزي، عباره عن موز وبعد كده الافوكاتو. تمام. وبعد كده الزبادي زي ما حضراتكم شايفين. الفكره كلها بسيطه جدا. بص على النار يستوي براحته خالص الاومليت بتاعنا. خلاص. نحط معلقه العسل، معلقه صغيره عسل. طبعا احنا مش هنتكلم عن قيمه العسل الغذائيه كلنا عارفينها. تمام. بعد كده نحط حاجه بسيطه من اللبن. كل ده مش هياخد وقت معانا خالص، وفي نفس الوقت يبقى كسبنا حاجه غذائيه كويسه جدا كقيمه. وزي ما اتكلمنا قبل كده زي ما جهزناه خلاص، احنا بنتكلم في ان احنا بنقدم حاجه على الصبح على الفطار، لازم تكون حاجه ذات الوان، يعني حاجه مبهجه على الصبح. تمام. عشان كده احنا النهارده جايبين التوت مع صوص التوت اهو، حاجه بسيطه مع السموزي. تمام. كده احنا جاهزين للتقديم. سفرتنا جاهزه. اختصرنا في حاجات بسيطه جدا، حاجات قيمتها الغذائيه عاليه، وفي نفس الوقت مدة التحضير بتاعتها صغيرة جدا وما بتاخدش وقت. ودي الفكرة في فقرتنا. ده جاهز خلاص. حاجة تانية الوقت بتاعنا زي الفل كده جاهز، وعاملينه برضو من الحاجات اللي احنا عاملينها ان احنا حاطينه في نفس الطاسة اللي هتتقدم فيها. كده احنا جاهزين. هنحط حبة حاجات كده الوان
زي ما اتكلمنا وقلنا لازم الالوان يكون موجوده باستمرار على وجبه الفطار، لان ده بدايه يوم، فعلشان كده لازم نكون حاطين الوان كتير جدا. احنا كده جاهزين، ولو حد بيحب الحاجه الحراقه اهي شيلي. تمام كده احنا جاهزين بوصفتنا السموزي الموز والافوكاتو والاومليت بالشوفان والسمسم. وزي ما اتكلمنا قبل كده ان السمسم والشوفان والحاجات دي كلها قيمه غذائيه عاليه جدا، فيها الياف بتخلينا في اليوم نكمل يومنا كويس وعندنا طاقه، وفي نفس الوقت معدتنا مليانه بحيث ان احنا ما ناخدش حاجات كتير على مدار اليوم. طبعا بعد ما خلصنا وصفه الفطار مش هننسى ست البيت في الوصفه بتاعه الغداء، عشان كده هتشوفوها على الشاشه وصفه الغداء ان شاء الله، ويكون يوم سعيد. رجعنا تاني في يوم سعيد. دلوقتي طبعا هنتكلم عن موضوع خاص بالأطفال. دايما بنتكلم عن الأطفال وإزاي يعني هم البذرة زي ما بنقول، وبداية المواطن المصري اللي في المستقبل هيكون هو صانع القرار، فلا بد ان يكون ثقافته، لابد ان يكون يعني تأهيله كشخصية يكون على أساس معين وأساس سليم. الفترة الأخيرة الدولة اهتمت بشكل كبير جدا بالطفل، وإزاي انها تقدم له مشروعات كتير، مبادرات، برامج ثقافية، خدمات يقدر ان هو يستفيد بيها. من الحاجات المهمة دي جدا اللي احنا بنشوفها هي وزارة الثقافة اللي بتشتغل على برامج متنوعة بتقدمها للطفل علشان نقدر ان احنا ننمي عنده مواهبه ونعزز قدراته، وبالتالي يكون فعلا إضافة، قيمة مضافة زي ما بنقول للمجتمع. معانا ومشرفانا الدكتورة مروة عادل العوض، مدير إدارة بحوث ودراسات ثقافة الطفل بالمركز القومي لثقافة الطفل. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يومك سعيد. بداية كده عرفينا هو إيه المركز وإيه الأدوار اللي بيقوم بيها تجاه الأطفال ومن سن كام؟ المركز القومي لثقافة الطفل هو مركز بحثي بيتعامل مع الأطفال بشكل علمي. الفكرة مش في النشاط، لا، الهدف إن احنا بنعمل حزم للأنشطة بحيث تبقى برامج بتستهدف الطفل في تعديل سلوكه، في تغيير نمطه، تنمية مواهبه، وده طبقا لاستراتيجية وزارة الثقافة اللي طبعا بناء على خطة عمل الحكومة. عندنا مثلا في البداية كده برنامج مثلا زي تنمية ودعم المواهب. المركز القومي لثقافة الطفل بيقوم بنشاط كبير جدا في المنطقة دي. أولا عملنا كذا مبادرة، منها مبادرة اسمها أنا موهوب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. المبادرة دي بتعمل على اكتشاف ودعم الموهبة للأطفال لتأهيلهم لأنهم يشاركوا في مسابقة زي مسابقة الدولة للمبدع الصغير اللي بترعاها طبعا السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس. وفكرة اكتشاف المواهب تندرج تحت المسابقات اللي بيقوم بيها المركز، وطبعا بتختلف من مسابقات أدبية، ثقافية، علمية. يعني احنا بنثقل المواهب في كل أنواع المواهب، يعني بالزبط. الفنية والرياضية والعلمية، كل يعني عندنا مسابقات فنية ومسابقات أدبية، وعندنا مسابقات علمية زي اصنع كتابك الإلكتروني ومخترع الصغير. المسابقات دي بعد ما بتنتهي خلاص مش الطفل كده خلاص، لا، احنا بناخده وندعمه. ازاي بقى؟ الأطفال اللي فازوا في المسابقات الأدبية بنعمل لهم نشر للمقالات والقصص والكتب اللي هم كتبوها، واللي بيرسم يرسم لزميله اللي بيكتب. بالنسبه يتكاملوا مع بعض. بالظبط. وبالنسبه للمنطقه العلميه في تعاون وشراكه بين المركز القومي للبحوث واكاديميه البحث العلمي. الاطفال بيتعمل لهم زيارات ميدانيه، بيروحوا يتفرجوا على المعامل المركزيه هناك ويتعلموا من اساتذه دكاتره يعلموهم ازاي تكتب بشكل اكاديمي. مش في انت عندك الفكره بالفطره، ولكن احنا عايزينك تبقى بتكتب مشروع بحث. ممكن تعمل بحث مثلا، ويبقى في حاجه اسمها دعم وحاضنه للاعمال. يعني لو في حد مقدم مشروع مستاهل ان هو وبالفعل في 2 من الاولاد من بني سويف عاملين مشروعات للطاقه المتجدده. المركز عمرهم قد ايه؟ طفل عنده 15 سنه وطفل عنده 10 سنين. الأطفال دي كانوا فايزوا في جائزة الدولة للمبدع الصغير. خدتهم المركز القومي للبحوث بعد ما عملنا فلترة لأكثر من 20 عمل.
قعدت لجنه متخصصه من الدكاتره واختاروا عملين، العملين دول عملوا لهم حاضنه ان هم يتطبقوا ويتنفذوا على مستوى الجمهوريه. طيب الأطفال من سن كام ممكن يشاركوا في النشاطات المختلفة دي وبيعرفوا ازاي وبيشاركوا ازاي؟ الأطفال من سن 8 سنين أو 6 سنين كمان، يعني لأن احنا عندنا أنشطة مختلفة في ما قبل المدرسة وفي من أول بداية المدرسة. المشاركة احنا عندنا الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل، بيدخل عليها أماكننا معروفة، في مكان في الهرم وفي مكان في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، مكان مفتوح مجاني، الأنشطة مجانية. بنقدم فيها في الهرم بنقدم حديقة الفنون. حديقة الفنون بتعمل كل يوم 2 و3 من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 2 الظهر، بتقدم ورش فنيه للاطفال، كورسات صيفيه. دلوقتي حاليا في اكتر من 20 كورس مختلف للاطفال. بيدخل على الصفحه بيسجل اسمه في الكورس، بينضم للكورس. طبعا في اختبار علشان نقدر نشوف الليفل بتاعه هو فين، وبيبتدي بقى في كورسات رسم، كورسات ادبيه، اعلامي الصغير، الصحفي الصغير، فكره ازاي تكون مثلا رسام بشكل احترافي، رسم بورتريه. الكورسات دي مدتها قد ايه وهل بمبالغ رمزيه ولا مجانيه؟ في كورسات مجانيه وفي كورسات بمبالغ رمزيه تقريبا 150 جنيه. والكورسات دي مدتها بتختلف حسب المدرب. كل مدرب بيختار المديولز اللي هيشتغل عليها وبيقول انا مثلا 6 محاضرات 8 وهكذا. في محاضرات او كورسات مجانيه، يعني مثلا انا براند. اتفضلي. بس هو احنا هل مش ممكن هي يكون في توسع في استخدام مثلا الآلية نفسها، يكون مثلا في تعاون مع بيوت الثقافه بحيث يبقى الفرصه اكبر للي في المحافظات، لان بنتكلم هنا عن مركزين بس حضرتك اتكلمتي عنه. لا احنا بقى في توسع لسه، انا ما ركبتش يعني جايه لك في الطريق. احنا ما بنتعاملش بس جوه القاهره والجيزه، ولكن احنا بنسافر بقوافل اسمها قوافل عيالنا. بنعمل ده للاطفال في المحافظات بشكل او باخر، بنسافر لهم احنا وبنروح ببرامج وحزم انشطه بنشتغل عليها معاهم، وكورسات برضو بتطبق معاهم. بس تبقى حاجات يوميه، يعني رحله يوميه ولا لا اكتر؟ في يعني في داخل يعني مثلا محافظات زي الصف، يعني حاجات قريبه بتبقى يوم، لكن لما بتروحي سينا او العريش او بنقعد اسبوع 10 ايام على حسب ونشتغل. وبيبقى في تنوع بقى في البرامج اللي واخدينها معاكم، سواء طبعا من كل الانشطه. البرامج يعني بتتقدم عندك انشطه فنيه، اذا كانت ورش فنيه او اعمال يدويه، حرف يدويه، فخار واركت وزي كده. عندنا كمان انشطه قوليه، حكي، ندوات، محاضرات، عروض فنيه. عندنا اصلا اكتر من فريق، يعني في كورال سلام، في فرقه بنات وبس، في فرقه بنكمل بعض ذوي احتياجات، في اراجوز واراجوستا، وفي عرايس ماريونيت. ففي اكتر من فريق المركز القومي لثقافه الطفل داعم ليهم. خليني بس اضيف لك حاجه بخلاف ده كله، في اكتر من مبادره احنا بنقوم بيها كل ده في الوقت الحالي. في مبادره معاك القوميه بالتعاون مع المجلس العربي للطفوله والتنميه. المبادره دي بتقوم على الاطفال المناطق العشوائيه. بدأنا بالمرحلة الأولى منطقة الخيالة، وحاليا احنا في المرحلة الثانية منطقة الروضة. بنستهدف تمكين الطفل المصري، رفع وعيه، تنمية مواهبه، ونعمل نوع من أنواع العدالة الصحية. يعني منطقة بديل عشوائيات بالظبط، بدائل العشوائيات. يعني بتروحوا للمكان وبتقعدوا فين بقى؟ ايه الأماكن مثلا؟ مراكز شباب، دعم جاي لكم منين في الأماكن؟ في منطقة الخيالة نفسها رحنا وشفنا ممكن نبقى موجودين فين. في حديقة هناك اشتغلنا جزء فيها، والجزء الثاني اشتغلنا في الحديقه الثقافيه للاطفال اللي هي في السيده زينب اللي هي التابعه لينا. منطقه الروضه احنا حاليا بندرس هنشتغل فين في المنطقه، ولكن في برنامج علمي ودليل علمي للانشطه والبرامج اللي هنقدمها للاطفال عشان تختلف من منطقه لمنطقه. طبعا بتدرسوا المنطقه، احنا بنحدد احتياجات الحاله اصلا اللي هنشتغل عليها، وبناء عليه بنغير التكتيك نفسه او التكنيك اللي احنا هنشتغل عليه. دي مبادره معاك. في مبادره ثانيه اسمها كن فاعلا. مبادرة كن فاعلا لأطفال دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام. طبعا هي مختلفة لأن أنت بتتعامل مع فئة مختلفة بظروف مختلفة. في مبادرة تانية اسمها جيل يعني كلها هدفها ان التوعية الثقافية والعلمية بالأنشطة المختلفة زي ما في يعني العمل في المركز بشكل عام، ولا بتضيفوا لها حاجة متعلقة بالمنطقة، متعلقة بثقافة الولاد اللي فيها، متعلقة بدور الرعاية وتمكينهم وازاي يكونوا فاعلين في المجتمع ومشتركين في المجتمع؟ الهدف الاساسي زي ما قلت لحضرتك عداله ثقافيه. بنوزع الخدمه الثقافيه للاماكن الاكثر احتياجا، لان عندك الاماكن دي ما بتوصلهاش خدمه ثقافيه. تاني حاجه بنعمل تعزيز للقيم الايجابيه وتعديل للسلوك.
ده بشكل اساسي احنا بنشتغل على المناطق دي. كنت اللي بقول لك في مبادره اسمها جيل يعرف تاريخه. المبادره ديت بتشتغل مع الاطفال، بتزورهم الاماكن التاريخيه والسياحيه اللي موجوده في مصر والثقافيه، لان احنا عندنا ارث ثقافي كبير جدا يمكن الولاد ما يعرفوش عنه حاجه. بيروحوا في رحله وبيعملوا بيدخلوا في مسابقه اسمها سفير لبلدي. انت بترسم وبناخد الرسوم اللي انت عملتها وبتبقى انت السفير. وده طبعا بيكون مؤثر جدا كمان على ولائه وانتمائه. طب تواجد حضراتكم في نبته، هل ليكوا حضور هناك؟ وزاره الثقافه ليها حضور، بس يعني دار الاوبرا، تنميه المواهب كان ليهم حفله من كام يوم، وكانت بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مدبولي، وكانت حفله رائعه واصوات مميزه جدا واغنيات حلوه، غنوا الليله الكبيره وغنوا حاجات جميله قوي. يعني ده جزء من نشاطه ونشاط المركز والافرع المختلفه داخله، صح كده؟ دي حقيقه. طيب القائمين على الموضوع نفسه بقى يا فندم، يعني مين بيشتغل على مساله التدريب؟ مين بيشتغل على الكورسات اللي بياخدوها في الجوانب الفنيه، في الامور المتعلقه بالفن، في الرسوم، في النحت، في الشعر وغيره؟ متخصصين ومدربين، سواء كانوا من الاخصائيين الموجودين جوه المركز القومي لثقافه الطفل الدارسين، او بتستعين باستعانه خارجيه بكتاب بنقاد هم اللي بيأدوا التدريب ده للولاد. هي الفكره ان لازم المنهج العلمي اللي بيشتغل عليه، مش ان انت حد بيدرب الماده اللي بيشتغل عليها. الدورات دي مستمره على مدار السنه ولا بيحصل لها تكثيف في وقت الاجازه الصيفيه، وعلى مدار السنه بتكون متباعده الاوقات يعني؟ لا، هي فتره صيفيه او في اجازه نص السنه علشان تقدري توفري الولاد بشكل او باخر، يبقوا عندهم وقت. واثناء السنه بقى بنشتغل نفس الكورسات بس بطريقه مختلفه. يعني احنا اصلا في شراكه بيننا وما بين وزاره التربيه والتعليم، بروتوكول تعاون. الوزاره يعني في خطه المدارس بتجيلنا باداراتها التعليميه، وبنبتدي نعمل البرامج دي معاهم بشكل او باخر، بس ما بيبقاش بقى كورس مفتوح لاي طالب، هي بتبقى ادارات بقى. يعني بيكون محدد بجدول زمني مثلا نقدر نتكلم. بالظبط. طب التجاوب نفسه بقى من الاطفال، ازاي بيتجاوبوا معاكم؟ ايه اكتر الانشطه والكورسات اللي بيكونوا بيميلوا اكتر ان هم ينضموا ليه؟ هو حسب موهبته، ده رقم واحد. بس رقم 2 هو اكتر حاجه الرسم. بصراحه الاطفال بيحبوا فكره الرسم بكل اشكاله والحاجات اللي فيها شغل يدوي. طب في طفل ما بيبقاش عارف ولا اهله عارفين هو موهوب في ايه او نفسه يعمل ايه، ده بتتعاملوا معاه ازاي؟ حلو جدا. احنا عندنا اصلا في مقاييس علميه بتقيسي بيها مهارات الطفل، فاحنا بنشتغل على فكره انا الطفل بيجي بعمل له اختبار مقياس ذكاء، بقدر اعرف منه ايه المهاره اللي هو بيتميز بيها، وليكن مهارته يدويه، مهارته فنيه، مهارته عقليه. فبنعمل زي الفلتريشن كده وتوجهيه ووجهك انت بقى حابب بعد كده. يعني انت مهارتك كتابه، تحب تبقى ايه؟ مقال ولا تبقى في السيناريو ولا كوميكس، ولا انت بقى رغبتك ايه؟ فهو يبتدي يقول لا انا عايز ابقى كذا. اتفضل. هل في حد اقصى بالنسبه للسن؟ من 8 ل 18 سنه. طيب وفكره الدعم هنا من البدايه، يعني حضرتك قلتي في برامج ما قبل المدرسه وبرامج من اول 6 سنين بقى اللي هي المدرسه فيما فوق لحد 18 سنه، ده دخل الجامعه كمان يعني. فكره انه يبقى موهبه مميزه جدا، بترعوها ازاي؟ بتهتموا بيها ازاي؟ صوته حلو، رسمه جميل، بيتعمل معارض في نهايه مثلا فصل الصيف بعد ما شاركوا وقدموا افكارهم على لوحات وكذا، يعني بتدعموهم ازاي كموهبه مميزه؟ بالنسبه زي ما قلت لحضرتك للكتابه وللشعر بيتنشر بيتنشر فين؟ في المركز القومي لثقافه الطفل، بيتنشر لهم كتيبات باساميهم. بالنسبه للرسم بيتعمل معارض للولاد، اصلا في نهايه كل كورس في معرض. ده غير ان احنا على السوشيال ميديا على صفحتنا، على صفحه المركز القومي لثقافه الطفل، يوميا كل الرسوم اللي الولاد بيرسموها في الكورسات او كل المخرج اللي بينتج منه بيبقى معلن على الصفحه. ده بيشجع الاطفال جدا ان انت تشارك وان انت تستمر. وبخلاف ده اللي بيوصل بقى مرحلته ان هو يوصل لمسابقه مثلا الدوله للمبدع الصغير، فبيحصل له دعم من نوع اخر. فكره بقى يعني الثقه للموهبه بقى في اتجاه اكبر شويه. يعني احنا مثلا بقى تدريب اعلى ومكثف وكده. هقول لحضرتك مثلا اديكي مثال في منطقه التكنولوجي، في تعاون مشترك ما بيننا وما بين وزاره الاتصالات على 3 ليفل للولاد. اول حاجه يعلموهم برمجه اللي هم 0 ليفل من بدايه، وبعدين في الستاندرد اللي هم اعلى شويه، وبعدين في اللي هم متميزين زي ما بقول لحضرتك كده، اللي هم فازوا بقى في جائزه الدوله للمبدع الصغير وفايزين بجوائز كبيره. ده بيتعمل لهم تدريب بحيث يبقى هو مدرب
لغير هو لازم احترافيه كمان. هو بالزبط. لازم يكون مر بمراحل تدريب معاكم في المركز علشان يدخل في مسابقه المبدع الصغير، ولا ممكن هو مميز ومتمرن بره، او هو حتى ما اتمرنش بس مميز في نشاط من الانشطه او في حاجه من الحاجات ويدخل في المسابقه على طول؟ لا، هو التقديم في المسابقه عادي، ممكن اي طفل يقدم من اي منطقه، بس انا بكلم حضرتك ان انت بتدعمي وبتعلمي شكل علمي وبتوفري له بيئه تساعده على انه يعني ياخد الجائزه بشكل يعني الطف، لكن بيقدم طبيعي. وحتى لما بيقدم وبيفوز احنا بناخده برده وبنرعاه، انه مش فكره ما هو بصي حضرتك انت بتفوز، طب وبعدين؟ صح. ممكن مجرد ان هو فاز لكن المشروع بتاعه ما اتطبقش بالظبط، ده بالعكس ده يأثر سلبا على دورنا بقى الدعم ده طيب بشكل او باخر. احنا هنا بنتكلم عن دور للمركز، برامج ومبادرات وهنكمل فيها بالتاكيد، ولكن الجانب البحثي احنا هنا بنتكلم عن مركز بحثي. الابحاث اللي حضراتكم بتشتغلوا عليها بحيث برضو نعرف احتياجات الطفل المصري، ايه هي الحاجات اللي بيحتاجها الطفل، ايه القصور اللي ممكن يكون محتاجها اكتر. بالتاكيد الطفل المصري مختلف يعني. اكيد حضرتك احنا شغالين دلوقتي على 4 أبحاث مختلفه. البحث الأول عملنا قراءة في القصص والمقالات والمسرحيات اللي اتكتبت بواسطة الأطفال، هم اللي كتبوها تحت عنوان البحث الطفل يكتب لذاته. البحث ده بنشوف ايه البيئة اللي هم بيشتغلوا عليها، أفكارهم، هل في أفكار متشابهة بينهم وبين بعض، بيكتبوا ازاي، عايزين يكتبوا ازاي. ده أول بحث حاليا ده خلاص في صدد ان هو ينشر يعني. بحث تاني نفس الفكرة بس بنشوف الاتجاهات الفنية للرسوم بتاعت الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير. في بحث تاني بنشتغل على الذكاء الاصطناعي واستخدامه في تعزيز الهوية الثقافية، وده دراسة تطبيقية، بمعنى ان احنا بنعمل دلوقتي ابليكيشن طبعا ده بالتعاون مع كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، ان يبقى في تطبيق الطفل يستخدمه. الداتا بتاعته جاية منين؟ جاية منك انت، من وزارتك، من مركز الدعم واتخاذ القرار، هو اللي بيدي الداتا دي. فانت بتتفرج كطفل عايز تسأل على اي حاجة تخص تاريخك، تخص موروثك الثقافي، ما تجيبهاش من بره، تكون موثوقة موثوقة. فدي دراسة حاليا احنا شغالين فيها، دراسة تطبيقية. في دراسة تانية بنشتغل على تحليل الأمنيات للأطفال في البيئة المصرية المستقبلية. انت عايز تبقى ايه وليه كلهم بيحلموا الحلم ده، ونشوف اسباب. انتوا شفتوا ان في احلام متشابهه يعني ما عملتوا استبيان مثلا؟ احنا لسه دلوقتي بنحلل البيانات. ايه اكتر الاحلام اللي لقيتوها مشابهه؟ عايزه ابقى دكتور، عايزه ابقى يعني فاهمه اللي هو كله، عايزه ابقى لاعب كوره. لسه كليات القمه برضه حاضره في الموضوع. طبعا، ولاعب الكوره. لا انا عايزه لا، والغريب في الموضوع ان بقى التوجه انا عايزه ابقى يوتيوبر او تيك توكر او يعني فكره التكنولوجي الغلط مش الصح يعني. من وجهه نظر حضرتك كباحثه ويعني كاستاذه يعني بتدعمي فكره البحث العلمي في مجال الاطفال، تشوفي ازاي ممكن من خلال التكنولوجيا اللي هم عايشين فيها دي واحلامهم اللي بقت مرتبطه بيها، ازاي نوجههم صح للمنطقه اللي مش هنقدر يعني انهم يبقوا يوتيوبر او كذا، ده حق مشروع ليهم، بس ازاي يقدم محتوى جيد، ازاي نشتغل عليهم علشان يكونوا يعني ايجابيين اكتر منه ما بنشوف الاشكال والحاجات الغريبه اللي على السوشيال ميديا. عندنا كذا محور في الموضوع ده. رقم 1 لازم ندعم الاهل ان هم يبقى في حاجه اسمها حوار. لازم تقيم حوار مع ابنك او بنتك، وحوار يلتزم فيه بالاستماع الفعال. يعني ايه؟ يعني مش انا هسمعك وانا متضايق من اللي انت بتقوله، والقاعده الاساسيه بالنسبه لي انا بحبك بس احنا مختلفين، فاحنا هنتناقش. والحوار ده يشمل ايه؟ ان الاب يبقى موجود، الام موجوده، الجد لو موجود والجده موجوده، يبقى اختلاف الاجيال. مش انا بوجه لك تعليمات، كاننا بنحكي التجمع العائلي اللي احنا فقدناه. الحكايه دي اصلا بتاثر بشكل او باخر. نرجع تاني بقى لفكره المهارات اليدويه، اخلي ولادي يتعلموا رياضه، يتعلموا لعبه. بس بحكم ان انتوا برضو بتنزلوا المناطق مختلفه وثقافات مختلفه وحياه اجتماعيه مختلفه، بتشوفي ان تطبيق ده سهل مع مستويات التعليم اللي حاصل عليها الاباء والامهات باختلاف اشكالها وانواعها، المستوى الاجتماعي، فكره تطبيق القعده والحوار ازاي ممكن تكونوا بتدعموهم في النقطه دي تحديدا؟ هي بصي طبعا صعب جدا في ظل كمان حتى الظروف الاقتصاديه، والاباء والامهات بيشتغلوا شغل واثنين وثلاثه، والوقت ما بقاش فيه موجود. ولكن في استراتيجيه دلوقتي شغالين عليها اسمها التربيه الايجابيه، التربيه مشاركه. ان شاء الله دي برضو هتصدر. الفكره ان احنا بقالنا فتره شغالين على فكره
الاب يشارك الام في التربيه، لان ده ما بقاش موجود بشكل كبير. الخال يشارك، الاخ الاكبر يشارك في تربيه اخوه الاصغر منه. يعني يكون منظومه منظومه كامله. بالظبط، منظومه كامله للتربيه الايجابيه. فما بقاش بقى يبقى انا معتمده بشكل او باخر على الام فقط، لا، الام والاب، الاب مش موجود، الخال مش موجود، الاخ الاكبر. الفكره بقى انت محتاجه وعي جامد جدا، محتاجه رسائل تبث بشكل او باخر، سواء كان من الاعلام او من وزاره الثقافه ببرامجها الموجهه. احنا بنعمل حاجه اسمها ملتقى الاجيال، ده كل اسبوع في الحديقه الثقافيه بنجيب جد واب وطفل ويتكلموا مع بعض واحنا بندير الحوار. طب التجاوب هنا من الكبار بيكون عامل ازاي؟ والاطفال كمان. الموضوع بتختاروه ازاي في لقاء الاجيال دوت؟ هل الاطفال هم اللي بيطرحوا الموضوع؟ حضراتكم اللي بتختاروا الموضوع؟ مين اللي بيطرح الموضوع وكيفيه تناوله؟ هو اللقاء بيبقى مفتوح يعني وانتوا قاعدين كده ما فيش حاجه معده سلفا يعني؟ حضرتك زي العصف الذهني، احنا ده ملتقى او صالون، المجموعه قاعده وبنبتدي نتكلم ايه رايك في كذا، في اي موضوع. ايه فاجئك في موضوع من الاطفال وانتوا قاعدين في لقاء زي ده وكان الحوار يعني ثري كده وفيه نقاط حاجتين؟ مره كانت في حاجه ايجابيه ومره حاجه سلبيه. حاجه سلبيه، بنت شايفه ان مامتها ما بتحبهاش، هي الرسائل اللي واصله لها منها ان هي ما بتحبنيش. ده جانب نفسي هنا، هي عندها فهم خطأ بالنسبه. وكان عندنا مقال مترجم اسمه امهات عاجزات عن الحب، فحاولت اقراه لها بطريقه او باخر وافهمها ان الرسائل دي مش صح او كذا، وحاولت اتكلم مع الام ان لازم تبقى مش البنت مثلا استفزتني فانت مستفزه، انت مش عارفه ايه، فالبنت خلاص ماما تلاقي فعلا الابن وهو صغير كده يقول لك انت بتكرهني. هو مش عشان كده بقول لك القاعده انا بحبك بس احنا مختلفين في الراي. صحيح. لكن فوصلت لها رساله ان ده كانت الموضوع السلبي. الموضوع الايجابي بقى كانت في بنت مامتها كانت تعبانه. البنت كانت بتتكلم على انها عارفه حضرتك حرفيا قلت لك انا شايله البيت وبحب، يعني بتتكلم ان هي والدتها عملت لي وعملت لي يعني ذاكره كل وكانت اللي بتدعمها في ده جدتها. يعني كان عندها قد ايه يا فندم البنت دي؟ كان عندها 8 سنين. 8 سنين؟ وكانت بتتكلم ان والدتها كانت تعبانه وهي بتدعمها جدا وواقفه ان هي بتكمل معاها في اخواتها الاكبر والاصغر، يعني هي كانت وسط. وجدتها كانت يعني داعمه جدا ليها وكانت بتشكر فيها. والبنت يعني يمكن النموذجين بيعبروا على المستوى الفكري والاجتماعي للامهات اللي احنا منهم. اقول لك المستوى الاجتماعي متوسط، يعني ما هماش رؤيه الحياه او اسلوب التعامل قد ايه ممكن تكون الام دي كانت حنينه فبنتها مدركه ده من اول لحظه، والثانيه حنينه بس هي لا الجده كانت بتبث رسائل حب للبنت طول الوقت. لا وانا بتكلم على فكره الفكر نفسه عند الام هنا والام هنا. الاثنين بيحبوا اولادهم والاثنين بيقدموا اقصى ما لديهم، بس احيانا المفردة اللي بنستخدمها ما بتكونش في محلها صح، فبيأثر على الولاد بشكل سلبي. وبالتالي زي ما حضرتك قلتي انه نهتم بان احنا بنوصل الصورة الإيجابية مع اختلاف المفردات او مع اختلاف ان نعتذر لما نقول كلمه دمها تقيل لاولادنا او اما نتصرف تصرف غير لائق. الاعتذار مفاتيح الاخلاق 3: اقول شكرا واعتذر واطلب واقول من فضلك. احنا دايما نقول للولاد عندك 3 مفاتيح: قول اسف، شكرا في حاله الامتنان، والاسف في حاله ده يأثر في مسألة العند، واطلب قصدي من فضلك في حالة الطلب. لأن ظاهرة هي برضو ظاهرة موجودة عند الأطفال في مسألة العند، والعند ده بيخليه إن هو يمارس يعني للأسف ممارسات سلبية جدا. بس أنا حابب أرجع للنموذج السلبي اللي حضرتك قلت عليه، والبنت اللي فاهمة تعاملات والدتها معاها غلط إنها بتكرهها. في الجلسة دي حضرتك اتكلمتوا مع الأم وكلمتوا مع البنت والجد والجدة أو الجد. المخرج في النهاية كان عبارة عن اقتنعوا هم الأطراف دي كلها اقتنعت في الآخر؟ يمكن التأثير بشكل أكبر على الأم كان أسهل شوية من الطفلة، لأن هي ده معتقدها إن خلاص لازم تشتغل على نفسها. أشوف تصرفات من الأم يعني هي الأم بدأت تدرك أنا هحاول أصل إحنا للأسف بنستخدم الكلمات في غير محلها. يعني المفروض أنا أقول استغفر الله العظيم، ده أنا بستغفر، مش اللي هو أنا مش طايقاك، استغفر الله العظيم يا رب.
فالطفل شايف هي دي عباده ولا ده مش طايقني. فاحنا بنستخدم مفردات. عارفه حضرتك برضه لما يقول لك ان شاء الله بيضحك عليا على حسب الطريقه اللي بتتقال بيها. فالام بدات تفهم. بصي دايما تاكدي، دايما ناكد على الحب. بحب، انا بحب دايما. ما تستكتريش هم اصلا وهم صغيرين طول الوقت بيقولوا انا بحبك انا بحبك لباباهم ومامتهم كتير جدا. ده بيديهم حاله من التاكيد بالظبط. وعايزه اقول لك ان الحاله اللي وصلت لها البنت دي ناتجه عن عدم الثقه. طبعا هي ما عندهاش ثقه في نفسها وفي الاخرين. فده هيؤدي بعد كده في المستقبل. بس هو الملحوظ يا دكتور مروه انكم حريصين على تكامليه المبادرات وتكامليه الافكار، سواء على المستوى النفسي او الاجتماعي او المهاري لتنميه مهارات الاطفال، وده دور مهم جدا في يعني ترسيخ الوعي ورسم الوعي عند الأطفال، لأنه بعد كده لما هيكبر ويبقى 18 سنة ويسيبكوا بقى ويروح في منطقة تانية، هو بقى واثق في نفسه، هو بقى قادر يعبر عن نفسه، هو امتلك مهارات الحياة الجيدة يعني. دي حقيقة. طيب الفكرة في التكاملية دي بتشتغلوا عليها ازاي من خلال البحث العلمي، وإيه الحاجات اللي بتطمحوا انكم تقدموها لأطفالنا في المرحلة الجاية؟ احنا في البدايه بنعمل دراسات اصلا على نفسيه وسيكولوجيه الطفل، على سلوكه. عندنا كميه دراسات سواء كان مستعينين بدكاتره متخصصين من جامعات مختلفه او بيقوم بيها الباحثين المتخصصين الموجودين في المركز القومي لثقافه الطفل، علشان نحط ايدنا على الاحتياجات في الوقت الحالي، لان احنا الاحتياجات متغيره طول ما في بتواكبي العصر، فاحتياجات الاطفال حتى النفسيه بتختلف. فطول الوقت في حاله دراسه واستطلاعات راي واستبيانات بتتقدم للولاد عشان نطلع على رغباتهم في كل منطقه. يعني لسه كنا عاملين استطلاع راي في الكورسات اللي بنقدمها. انت عايز يعني تاخد كورس كل حاجه بتمشي بالطريق بالمنهجيه دي. توسع في الكورس الفلاني او غيره. مش عاجبني ده، مش عايزه تاني خلاص. وبننشر الاستطلاع ونتائجه، بنقول نتائج الاستطلاع ده كذا. لما بنعمل زيارات مثلا ميدانيه للمركز القومي للبحوث مثلا، في نهايه كل زياره بنعمل استطلاع راي. بعد تجميع الاستطلاعات الراي على مدار مثلا شهور الصيف، ناس برضو بنشر راي الولاد وعايزين ايه وايه اللي هم عايزينه، وطول الوقت احنا معاهم ابديتنج فكره انتوا محتاجين ايه. ده دعم للثقه ودعم للفكره. مش هشتغل لوحدي. صحيح. ولو انا بشتغل يو نيد انت عايز ايه. انا مش هشتغل اللي انا عايزه، انا هشتغل اللي انت عايزه. صح، لان هم المحور وقرارهم مهم، ومشاركتهم في اتخاذ القرار ده شيء مهم. بنشكركم جدا عليه. شكرا دكتوره مروه عادل العوض، مدير اداره بحوث ودراسات ثقافه الطفل بالمركز القومي لثقافه الطفل، على وجود حضرتك معانا ويوم حضرتك سعيد. لسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده في يوم سعيد بعد الفاصل. اللي الدوله اهتمت بيها مدارس المتفوقين او المعروفه بمدارس ستيم، واللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بيها جدا وخلاها بدل ما هي فرعين فقط، فرع للبنات في المعادي وفرع في اكتوبر هنا للولاد، انتشرت في محافظات الجمهوريه. الحقيقه ان المناهج اللي كمان بتهتم بيها او بتقدمها لطلابنا هي مناهج مبتكره ومختلفه، وهدفها في النهايه ان هم مع كل ترم بيقدموا مشروع بحثي مهم. المشروع ده بيشتغلوا عليه كفرق او كطالب لوحده، بس في الأغلب بيكونوا فرق، هدفهم أنهم يحلوا مشكلة ما ممكن تكون موجودة في المجتمع. آلاء عماد ضيفتنا في هذه الفقرة هي اشتغلت على حاجة شافت أن هي مسببة مشكلة، وهي حباية الغلة اللي بسببها حصل حالات انتحار ووفاة لعدد من الشباب. الحقيقة ان هي بتشتغل على مشروع بتشوف ازاي ممكن الحباية دي ما تكونش بتأثر بالشكل السريع ده على صحة البني آدمين وتودي إلى الوفاة بشكل سريع جدا، وإنها تظل مفيدة كمبيد أو شيء بيستخدم في الزراعة. وبالتالي هي قعدت بقى تشتغل على البحث ده وتشوف ازاي ممكن تستخلص من هذه الحباية مواد معينة فتكون مفيدة في الناحية اللي هي عايزاها وتكون غير ضارة على البني آدمين، إلى جانب أنها حصلت على عدد من الجوائز متعلقة بهذا المشروع كمركز أول في مسابقات كتير، منها في آيسف وكانت واخدة المركز الأول، واتكرمت في عدد من الجهات زي الجمعية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وصلت لنهائيات في مسابقات IEEE وفي تونس، وتأهلت ضمن 5 فرق من أصل 48 مسابقة وطنية للشباب المبتكرين. الحقيقة أن آلاء نموذج يعني
سعداء بيه جدا وفخورين بيه. وكمان مدارس ستيم بتخرج نماذج كتير مميزه زي الاء. برحب بيكي ويومك سعيد، منورانا النهارده. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا الاء. يعني في البدايه كلمينا كده، هناخد نبذه مختصره عن مشروعك قبل ما نبدا نتكلم عموما في ابحاثك والمشروعات اللي بتشتغل عليها. المشروع بتاعي بيتكلم عن ألمنيوم فوسفايد، اللي هي بالعربي يعني بشكل عام اسمها برشامة الغلة، مبيد للآفات الفلاحين بيستخدموها ان هم بيحفظوا بيها المحاصيل بتاعتهم لفترة كبيرة. بس في آخر 10 سنين حصل حالات انتحار كتير جدا بيها، سواء من الشباب عن طريق القصد أو من الأطفال عن طريق الخطأ. بيحصل كل سنة 300,000 حالة انتحار على مستوى العالم. فكان المشروع بتاعي ان انا بعمل موديفيكيشن فيها بحيث ان هي ما تبقاش توكسيك على البني ادمين، وفي نفس الوقت تشتغل كمبيد للافات عادي. ايه اللي خلاكي تفكري في المشروع غير الرقم الكبير اللي انت قلتيه وخضتينا بيه ده؟ 300,000 ده رقم كبير على مستوى العالم برضو، يعني مش قليل. اول حاجه لان انا طبعا يعني عايشه في قرى، فالحوادث عندي حصلت كتير كنت بشوفها ومتعايشه معاها يعني. كمان حاجه بعد ما حالات الانتحار دي انتشرت بشكل عام، ده ادى لحظر بيعها، ولكن ده مش الحل، لانه اثر على الفلاحين من الناحيه الثانيه، بسبب ان هي من ارخص انواع المبيدات الافات، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتها في ان هي تقتل الحشرات عاليه جدا. طيب الاء، هو المفروض ان المشروع اللي انت بتشتغلي عليه يبقى مرتبط بالمنهج اللي انت بتدرسيه، المشروع ده مرتبط بمنهجك في المدرسه ولا لا؟ هو مش مرتبط بالمنهج يعني بشكل عام، بس هي مدارس ستيم قايمه بشكل عام على البحث العلمي، ونحن نطبق اللي احنا بنتعلمه. يعني احنا من سنه اولى، من بدايه ما ندخل المدرسه بنتعلم ازاي نكتب بحث علمي، وازاي نمشي بالخطوات العلميه الصحيحه لحد ما نوصل للحل بتاعنا ونجرب. دي مرتبطه بايه بالظبط من اللي انتوا بتدرسوه في المدارس عندكم؟ مش في المدرسه، احنا اصلا عندنا مشروع الكابستون بنعمله كل ترم، ده المشروع ده عليه 60%، يعني نفس المشاريع اللي احنا بنعملها بره دي، بس هي بتخلينا نشترك في جروبس وبنشتغل فيها في جروبس جوه المدرسه. يعني دي بره موضوع المدرسه، بره تخصصك؟ ده مشروع خاص بيا. انت شغاله عليه لوحدك يا الاء؟ طيب بداتي ازاي وبتجربي فين؟ هل معامل المدرسه مفتوحه ليكي؟ ازاي وصلتي كمان لنتائج والنتائج اللي وصلت لها؟ هو اول حاجه بدات اسيرش عن المشكله بشكل اكبر، واللي هي بتحصل مثلا، او ايه الاسباب والتفاعل والكلام من ده كله. بعد كده دورت على الحلول اللي اتعملت قبل كده، لقيت ان هم بيستخدموا مادتين، فانا فكرت ليه مثلا ما نضيفش المادتين ديت للبرشامه بتاعتي بحيث ان هي تقلل من التوكسيستي. طبعا ما فيش معامل زي كده في المدرسه عندنا يعني، فكنا بنروح لجامعات، كليات. رحت كليه صيدله عندنا في محافظه المنوفيه، وكنت شغاله مع دكاتره هناك. كنت شغاله مع دكتوره مروه، كانت بتوفر لنا الفيران التجارب اللي احنا كنا بنجرب عليها، وجبنا البرشامه فعلا وضفنا ليها المواد اللي احنا عايزينها وجربناها على الفيران وادتنا الريزلتس اللي احنا عايزينها. النتيجه بقى اللي وصلتوا ليها كانت عباره عن ايه؟ النتائج اللي احنا وصلنا لها، الماتيريالز الاخيره اللي انا وصلت لها ما خلتش الفيران تموت. يعني الفيران ده كان التارجت بتاعي، ان انا ما اخليش الفار لما ياخد القرص بتاعي ما يموتش. وفي نفس الوقت جربناها على نبات بحيث نشوف التاثير بتاعها كبيتي سايد، يعني المواد اللي احنا ضفناها دي اثرت عليها ولا ما اثرتش، ولقينا ان هي ما ولا لا. بالظبط. طيب هو انت شغاله في المعمل، ايه المواد اللي استخلصتيها وشلتيها من احنا معانا الفيديو وانت مع الدكاتره كمان المشرفين، بس يعني انت قولي لنا كده ايه الحاجات اللي انت عملتيها علشان تستخلصي منها المواد اللي بتسبب الوفاه، وهل في ابحاث شبه دي موجوده في العالم؟ دورتي يعني سالتي ولا لا؟ هو مبدئيا انا اصلا مش بشيل منها مكونات، لان هي المكونات بتاعتها هي اللي بتخليها تحافظ على المحاصيل، بس انا ضفت لها مواد خلتها ما تعملش التاثير بتاعها الا لما تدخل في نباتات، يعني ما تعملش التاثير بتاعها جوه جسم البني ادم، بس انا ما غيرتش من التركيب بتاعها نفسه، انا ضفت لها مواد بس المواد السامه فضلت زي ما هي. لكن برضو كده ممكن تاثر بشكل ما يؤديش للوفاه، لكن ممكن تعمل مشكله، صح؟ يعني برضو عشان نحذر منها بس انا التارجت بتاعي اخليها ان هي ما يموتش، لان طبعا البرشامه دي لو احد اخدها مش بتقعد اكتر من ساعتين وما بيلحقوش، عشان يلحق يكون في تصرف سريع. بالظبط. هم اصلا حتى لو راح المستشفى بيقعدوا يعملوا له غسيل معده وبيدوا له امبولات من الصوديوم، بس ده طبعا مش بتتلحق بسبب الغاز، سميه الغاز عاليه جدا، فمش يعني بيلحقوا. انت كده قدرتي تحافظي على ان هي تستخدم في الهدف الاساسي بتاعها اصلا، اللي هو اللي بيستخدموه الفلاحين، وفي نفس الوقت عشان لو حصل لظرف او لاخر استخدامها في حاجه ثانيه يتم التعامل معاها في اسرع وقت. بالظبط. تدي مساحه يعني. ايوه بالظبط. طيب الاء، انت يعني كطالبه في مدرسه ثانويه، يعني برضو وتفكيرك خلاكي تدوري على حل لهذه المشكله اللي مش موجوده في مصر بس، انت قلتي على مستوى العالم في 300,000 شخص بيموتوا سنويا بسبب هذه حبايه الغله ديت يعني.
فدورتي شفتي في ناس شغاله انها تحسن من كفاءتها على النباتات، لكن في نفس الوقت يحافظوا على البني ادمين اللي لا قدر الله ممكن ياخدوه عن طريق الخطا او بقصد زي ما بدانا الكلام؟ لا، هو انا كل الريسيرش بيبرز اللي انا قراتها كانت بتتكلم عن خطورتها، وان احنا اصلا يعني كانوا بيناشدوا اللي هي وزاره الزراعه ان هم يحظروا بيعها، وده بالفعل حصل، لكن ما حدش فكر ان هو يعدل في المكون نفسه، لان هو طبعا هيأثر على الفلاحين من ناحيه ثانيه. انا زي ما قلت لحضرتك ان هو من ارخص انواع المبيدات، فلما نحن نمنع بيعه ده هو مش الحل. فانت لما اشتغلتي بقى على الفكره وصلتي للنتائج دي امتى؟ بعد قد ايه من الشغل على بعد قد ايه؟ من حوالي 6 شهور، يعني ده اقل حاجه في الشغل على مشروع علمي، اقل حاجه 6 شهور. بس ممكن دي يوصل نتيجه ممتازه خلال 6 شهور. يعني انا ما وصلتش النتيجه دي مره واحده. انا كنت شغاله في الاول على مواد بتقلل من التوكسيستي بس مش بتمنعها، يعني بتقلل من التوكسيستي، لو حد اخدها ممكن يموت بعد مثلا 5 ساعات 6 ساعات. بعد كده سرشت اكتر ودورت على ماتيريالز احسن، ووصلت الماده بتمنع التوكسيستي خالص، يعني مش بتاخر الوفاه، هي بتمنع الوفاه خالص. ممتاز. دلوقتي انت فين بالظبط؟ يعني المرحله اللي انت فيها علميا فين؟ محتاجه ايه علشان الامر ده يبقى مطبق وموجود، وحبايه الغله دي تبقى موجوده بس امنه بنسبه كبيره على صحه البني ادمين ونافعه للفلاحين كمبيد للافات؟ هو دلوقتي انا خلصت مرحله البحث العلمي اللي هو والتجربه وكلام من ده، بس انا دلوقتي في مرحله ان انا احوله كشركه ناشئه كبزنس يعني. بتشتغلي على ايه بقى علشان توصلي لشركه ناشئه؟ يعني احنا بنتواصل مع ناس مثلا دكاتره من الجامعه، ناس كبيره عندها تواصل مثلا مع ناس من بره، اللي هي الشركات اللي احنا بنستورد منها الكلام ده من بره، بنتواصل معاها بحيث ان احنا نرضى عليهم المنتج بتاعنا، ونشوف هل في مثلا مجال ان احنا نعمل بروتوكول معاهم ان هم يصنعوا المنتج بتاعنا وهكذا. سجلتيه باسمك؟ براءه اختراع. تمام. هل تواصلتي مع وزاره الزراعه بحيث يكون في تعاون مشترك بينك وبينها؟ لا لسه ما تواصلتش، يعني كل فتره انا كنت شغاله عليها دي كانت بحث علمي بس. يعني انت في اخر سنه في المدرسه السنه دي ولا لسه داخله سنه ثالثه؟ داخله ثالثه لسه. يعني انت في ثانيه. نفسك تدرسي ايه؟ نفسك تتعلمي ايه؟ بتخططي لايه؟ هو انا نفسي اخد منحه كليه صيدله هنا جوه في مصر، او منحه بره مصر، بس انا بريكومند اكتر يعني مصر اول بالمشاريع بتاعتنا، فكنت يعني حابه ان انا اخد منحه كليه صيدله هنا في مصر يعني. هل كان ليكي مشروعات قبل كده حاجه شبيهه باللي احنا بنتكلم عنها النهارده؟ يعني مش دي اول براءه اختراع اعملها، كان في براءه اختراع قبلها كانت عن تجديد الاسنان، بستخدم الهندسه الوراثيه اللي هي الGMO، اللي هي عشان نجدد ظهور الاسنان عند البني ادم. يعني احنا عندنا الاسنان لما بتقع مش بيظهر بدلها تاني. ده اللي هي لبنيه، وبعد كده الدائمه دي بتقع خلاص ما بتظهرش مكانها تاني. فكان المشروع بتاعي ان انا بستخدم الGMO في ان احنا نجدد ظهورها تاني. طب وصلت لفين؟ لا ديت الGMO صعب ان هو يتجرب في مصر، فما وصلتش لحاجه. يعني كنت مسجلاها كبحث وكنت حاطه الافتراضات كلها، يعني مثلا ممكن يحصل كذا السايد افكت وايه الحل بتاعها، بس الكلام تجرب فعليا لا ده ما هيفرق كتير. بس انت لسه يا الاء ما حصلتيش على براءه الاختراع لا في موضوع الغله ولا في الموضوع الثاني؟ في برشامه الغله لا حصلت عليها، لكن الGMO لا. برشامه الغله دي من حوالي كانت كفكره، بس كانت من حوالي قدمتي البراءه، لكن اخدتي براءه اختراع رسمي؟ اخدتي شهاده براءه اختراع؟ معايا شهاده براءه اختراع رسمي. ايوه. الفكره انا مسجلاها من بقالها كتير، لكن بدات الشغل عليها من بدايه سنه ثانيه. انت مقدمه الفكره؟ هي اصلا براءه الاختراع مش بتتقدمي، مش لازم يكون نتائج كلام ده، بتقدمي بس كفكره ان هي تحفظ حقوقك لحد ما ايوه بس هي بتاخد على الاقل سنة ونص علشان سنه ونص يعني. طب كويس مهم جدا ان انت تتواصلي، ده يعني ده شيء مهم بصراحه مع وزاره الزراعه، لان اكيد هتتعاونوا بشكل كبير جدا وهم هيكونوا داعمين ليكي، لان هي مصلحه مشتركه على فكره. بالظبط. طيب انت بتشوفي فكره المشاريع اللي بتقوموا بيها في المدرسه الى اي مدى بتنمي مواهبكم وقدراتكم العلميه في تطبيق اللي بتدرسوه؟ طبعا احنا بنستفيد سكيلز كتير، يعني ان احنا نعمل في جروبات مع بعض، يعني كله من تفكير مختلف، دي من محافظه وانا من محافظه، العمل الجماعي والافكار نفسها ان احنا نمشي بخطوات بحث علمي بيتعلموها الطلبه في الجامعه، وبنعمل مشاريع الطلبه بيعملوها في اخر سنه من التخرج، فده بينمي كتير لينا، يعني حتى لما ندخل الجامعه الكلام ده بيبقى سهل بالنسبه لنا، يعني مش لسه بنتعلم. فهو بناخد كتير من السكيلز. طيب الاء، يعني احنا محتاجين تكلمينا اكتر عن مدارس المتفوقين، لان اللي هيبقى شايفنا دلوقتي وشايف نموذج مش مجامله يعني مشرف بصراحه الحقيقه موجود معانا ومشرفنا، هيكون حابب ممكن يفكر جدا انا ليه ابني او بنتي ما يكونش ملتحق بالمدارس. كلمينا عن مدارس المتفوقين وطبيعه الدراسه بتاعتكم جواها.
مدارس المتفوقين مدرسة ثانوي عادي بندخلها بعد ثالثة إعدادي. الشروط بتاعتها السنة دي 98% من غير تقفيل مواد علمية، أو 95% مع تقفيل مادة علمية واحدة. تمام. بعد كده بنخوض اختبارات على مستوى الجمهورية، مثلا احنا 18,000 متقدم بياخدوا 2000. ال 2000 دول بيرتبوهم بقى حسب ترتيبهم بالرغبات اللي احنا بنرتبها. أنا مثلا ترتيبي جابني مدرسة المتفوقين في الغربية. نظام الدراسة جوه مش معتمد على كتب ولا نظام الحفظ ولا كلام من ده، نظام مفتوح، يعني المنهج متوسع، احنا بنذاكر من مراجع الدكاترة نفسهم بيذاكروها في الجامعة. بالظبط. والامتحانات بتاعتنا برضو مش معتمده على انتوا بتاخدوا العنوان، بتاخدوا عنوان الموضوع اللي هتدرسوه النهارده في الفيزياء، في الكيمياء، في ايا كانت الماده، حتى في اللغه العربيه، وبتقعدوا تدوروا في المراجع وانتوا اللي بتحضروا الماتيريال او الحاجه اللي هتتقال جوه الفصل. بالظبط. واحنا اللي بندخل نحضر، يعني المعلم بس مش يعني دوره ان هو يعرفك بيتكلم عن ايه. ايوه بالظبط. والامتحانات بتاعتنا برضو يعني مش سهله وفي نفس الوقت مش صعبه، يعني معتمده على الذكاء. كل اللي بيدخل يعني كل واحد بيبقى شايف نفسه في حاجه، ممكن انا شاطره دراسيا، ممكن صاحبتي شاطره في البحث العلمي، كل المجتمع نفسه كله يعني بيشجعك. يعني ممكن في ثانوي عام بره مثلا المجتمع كله مش نفس الحاجه، فلما يكون مثلا طالب عايز يدخل في بحث علمي فما بيلاقيش اللي يشجعه، لكن احنا جوه في الكوميونتي كله كده يعني. وهتبقى اهتماماتكم واحده اصلا. بالظبط. وقدراتكم مميزه ما شاء الله. بالزبط. هتكون واحده قريبه من بعض. بنشجع بعض. بس انتوا الى جانب المنهج بتاعكم او الامتحانات اللي بتختبروها هنا، في اختبار دولي كمان بتدخلوا فيه، مش كده؟ اللي هو ايه؟ في امتحان بتقيموا عليه بشكل برضو يعني بالترتيب كده على خاص بالمدرسه يعني. ده قبل الدخول. ايوه زي ما قلت لحضرتك. في لا بعد الدخول. بعد الدخول في سنه ثالثه في امتحان URT فعلا. يعني عندنا كل ماده ليها امتحانين، امتحان TOC اللي هو على المنهج العادي، وامتحان الURT بيبقى عباره عن قطع واسئله، يعني قطعه ويجيب لك اسئله. تتمرنوا ازاي على الاختبارات اللي انتم ما تعودتوش عليها قبل كده دي؟ الURT هو نظام المدرسه مش معمول ان هو نعتمد على الدروس بشكل عام يعني، بس احنا في ثالثه بنضطر ناخد دروس يعني بسبب ضيق الوقت وبسبب المشاريع اللي ورانا والتسليمات. فالURT احنا ماتيريالز بيبعتوها لنا، بنبدا نحل منها ونتدرب لحد ما يجي ميعاد الامتحان بيكون الدنيا اسهل بالنسبه لنا. بيكون قياسيه موحده بالنسبه لكل المدارس. ده موحده على مستوى العالم ايا كانت الدوله. طيب بعد كده هي بتكون مؤهله لكليات عاليه. مؤهله لكليات، بس احنا تنسيقنا مختلف، احنا معتمد على النسبه المرنه. اقل كليه عندنا في التنسيق علوم، من علم علوم، ومن علم الرياضه برضو اقل كليه عندنا علوم. بس انتوا ما شاء الله عشان انتوا مميزين بتتاخدوا منح في جامعات مميزه يعني آلاء، يعني سواء جوه مصر او بره مصر يعني. يعني بره مصر الكونسلرز اللي في المدرسه بيساعدونا اكتر، والاكتيفيتيز والمجتمع جوه بيساعدنا اكتر ان احنا نتقبل بره. والجامعات جوه مصر برضو بيبقى لنا نسب في الجامعات الاهليه والخاصه. طيب بالنسبه للجوائز اللي حصلتي عليها بقى يا آلاء، كنتي يعني انت اصلا من البدايه المشروع ولا من المنهج ولا تبع المدرسه انت عاملاه علشان انت شايفه ان في مشكله وتعلمتي من المدرسه ان اي مشكله لها تفكير منطقي، لها تفكير علمي، ما اسمهاش مشكله، اسمها تحدي. اسمها تحدي مظبوط. والتحدي ده انت تقدري تتغلبي عليه بالعلم. بالزبط. فبداتي تشتغلي عليه علشان مش بس تاخدي جوائز، علشان تحلي التحدي ده وتوصلي لنتيجه. وصلتي لنتيجه وقدمتي في مسابقات علشان تفوزي. فزتي في ايه وايه المسابقات اللي كانت اول مسابقه ادخلها ايسف، هي مسابقه عالميه مش بتبقى في مصر، يعني المرحله النهائيه بتبقى في امريكا. اخدت مركز ثالث جمهوري في كاتيجوري الكيمستري. تاني مسابقه دخلتها كانت مسابقه استف، المعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا. اخدت مركز اول جمهوري كيمستري وبايوكيمستري كاتيجوري. بعد كده اتكرمت من الجمعيه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا GSPS. وكنت طبعا من الاول مسجلها براءه اختراع، بجانب براءه الاختراع الاولانيه انا مسجلها. شايفين بعض الجوائز اللي انت خدتيها يعني. آلاء، الى اي مدى الجوائز دي بتديكي دعم لفكره ان انت تشتغلي على مشاريع اكتر؟ الى اي مدى برضو بتخليكي حاسه ان انت قدمتي حاجه مفيده للمجتمع اللي انت عايشه فيه؟ بتديني حافز، مثلا ان الجوائز ديت بتثبت ان المشروع بتاعي قد ايه كواليفايد، ان بعرض مشروعي قدام دكاتره وناس مهمه، والتشجيع اللي بناخده والثقه اللي بناخدها ده بيشجعنا ان احنا نكمل في الموضوع اكتر. المشاريع الجانبيه اللي جنب دراستكم ديت بتديكوا مثلا سكور اعلى، بتساعدك يعني زي كده مثلا لما بتاخدي تفوق رياضي او حاجه
حاجه كده في الثانويه العامه ممكن تضيف لك لمجموعه بالظبط درجات؟ طبعا مش في الدرجات، هي المنحه اللي احنا بنقدمها. المنح بره مصر معتمده بشكل اساسي على الانشطه اللي احنا بنعملها. يعني انا ممكن اتقبل في جامعه بره مصر بسبب مشروعي اللي انا عملته ده، يعني لو قدمت لهم مشروعي ممكن اخد منحه، وفي نفس الكلام هنا جوه مصر يعني. تمام. فهو المشروع بيبقى حافز كبير جدا ان احنا نتقبل يعني. بالتاكيد هيكون حافز ليكي. طب بالنسبه لردود الافعال، يعني ردود الافعال سواء من اللجان اللي في المسابقات اللي دخلتيها، رد فعلهم او ابرز ردود الافعال اللي شفتيها على المشروعات المختلفه، ومنها مثلا اللي هي حبايه الغله؟ هي الردود بتبقى مختلفه بصراحه على حسب، يعني ممكن مثلا نروح مسابقه الدكاتره تبقى مبهوره جدا ازاي احنا في السن ده وبنفكر بالتفكير ده ووصلنا نتائج وجربنا على حيوانات وكلام من ده، وفي دكاتره تانية ممكن مثلا بتتعامل معاك على انك دكتور مش لسه طالب في ثانوي. طب دي حاجه كويس. بالظبط، يعني ممكن مثلا يقول ليه ما اختبرناش السايد افكت، ليه مثلا ما عملناش كذا، هو لسه مش متخيل ان احنا. تبقي مستعده للردود الصعبه دي ولا لا لسه؟ لا يعني بنبقى مستعدين، يعني مثلا حتى لو سأل سؤال كده بنجيب له اجابه ثانيه تغطي على تتصرفي. بالظبط. المهارات دي اتعلمتيها من خلال المدرسه ولا انت اشتغلتي على نفسك علشان تقدري تقدمي المشروع بتاعك بشكل كويس، تردي على الاسئله اللي بيقولها لك الحكام يعني؟ هي المدرسه طبعا عامل اساسي في ان احنا نتعلم الكلام ده كله. يعني انا ما كنتش دخلت المدرسه، يعني كان ممكن نتعلم كده بس على فترات طويله، لكن المدرسه كان لها حافز كبير طبعا. واحنا مثلا زي ما قلت لحضرتك الكوميونتي نفسه بيساعدك وبيديك الثقه ان انت تقدمي المشروع باحسن شكل يعني احنا كنا في الاوضه كنا 4 كلنا كنا في مسابقه ايسف، فكنا قبل ليله كل تحكيم كنا بنطلع نعرض المشروع بتاعنا قدام بعض، وممكن اسالك سؤال عن مشروعك. كلكم من نفس المدرسه اصلا ولا من اماكن مختلفه؟ احنا من محافظات مختلفه، يعني محافظه المنوفيه لكن من مدارس المتفوقين. بالظبط. كنتوا بتعملوا بروفا مع بعض؟ ايوه بالظبط، واسالها سؤال عن مشروعي تسالي سؤال عن مشروعي، بحيث نكون ملمين بكل المعلومات. تمام. ده بيفيدكم اكيد تبادل خبرات برضه كمان. أيوة يعني بالزبط. غير ان بتهيئوا نفسكم نفسيا بالزبط. لكن هل بيكون في مشروعات انت مخططه ليها؟ بالتاكيد مش هنقول يعني افكار علشان دي براءات اختراع، لكن في حاجه مشروعات بتفكري ليها انك هتشتغلي عليها من دلوقتي؟ دلوقتي ممكن بعد الجامعه، لان المشروع ان احنا نخلص مشروع ونشتغل فيه بشكل كويس لازم نمشي بخطوات علميه صحيحه، يعني مش بنسكيب حاجه، فبياخد ده وقت طبعا، يعني لحد ما اخليه بزنس كامل لحد ما اخلص مشروعي ده وبعد كده افكر في مشروع تاني. انت يعني هتركزي قوي في مشروع بالظبط. طيب انت من وجهه نظرك دلوقتي كآلاء داخله اخر سنه في المدرسه، محتاجه برضو تركزي وكذا، لكن مش عايزه توقفي مشروعك وعايزاه يبقى ستارت اب او تعمليه شركه ويبقى منتشر وموجود، ايه الاليات او ايه الطرق اللي عايزه تمشي فيها علشان تنفذيه؟ زي ما الدكتور قال مثلا نتواصل مع وزاره الزراعه بحيث التعاون بيننا هم اللي هيوصلوني، يعني ممكن تفكيري يكون رايح في حته لما اتواصل مع ناس اكتر يودوني في حته ثانيه، ممكن مثلا وزاره الزراعه توصلنا بناس بره مصر او جوه مصر، الشركات اللي بتصنع المبيدات دي، بحيث ان هم لو عرضت عليهم مشروعي وعجبتهم الفكره ممكن نعمل بروتوكول ان هم يصنعوا المشروع بتاعي، فهي دي الطريقه يعني. ممتاز. يعني ربنا يوفقك يا آلاء وبرافو عليكي بصراحه، انا سعيده بيكي جدا النهارده. انا اكتر اتشرفت بحضرتك. يومك سعيد. بنشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده، وده نموذج من نماذج ولادنا المميزين اللي بيدرسوا في مدارس مميزه الحقيقه، وهي مميزه من قبل ما تدخل المدرسه عشان بس نبقى واضحين، لان زي ما آلاء اتكلمت المدارس دي بتاخد من 98% مجموع الاعداديه من غير تقفيل مواد علميه، او ب 95 صح 95% بتقفيل ماده علميه اللي هي يعني الماث او الساينس او الانجليش. فطبعا يعني بتاخد نماذج اصلا شاطره، فان تشتغل على نفسها شويه كمان تبقى مميزه زي آلاء. اشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده من يوم سعيد، نقابلكم الحلقه الجايه ان شاء الله بكره الساعه 8. الى اللقاء، باي باي. شكرا ليك يا علا، كملوا يومكم بسعاده على شاشه المحور ونشوفكم بكره ان شاء الله، مع السلامه.